واحد الراجل في الباديه تزوج واحد السيده، تزوج واحد المراه من الباديه من الدوار ديالو، وكان راجل مسكين نيه، هو كان نيه وتزوج ديك السيده، الله عطاها ليه، كانت مراه جميله معروفه بالجمال ديالها وبنت الناس. يمكن كانت عندها علاقه مع شي واحد من القبيله تيقولوا، ولكن ما تزوجش بها وتزوج بها هذا السيد. هذا السيد كان دمار وكان تيخدم، وما كانش عامل فلاحي تيخدم غير تما في القريه، لا كان تيمشي مع الشركات، تخدم مع الشركات وتيجي. وكان داك الغياب ديالو تيستمر بعض المرات شهرين، 3 شهور، 4 شهور. من الحوايج اللي تيقول في المحضر ديالو، شحال من عيد دوزو ماشي مع ولادو، دوزو في الخدمه، شحال من عيد اعياد هي دوزها في الخدمه. وكان تيغيب ديك المده لان الشركات كانت تيمشيو بهم بعاد، وكان هو راجل صبار يعلم الله، كان مسكين غير حارس معاه ومن عنده شي مهمه ثانويه، ما كانش تيجي بزاف. وفي ذاك الدوار كان واحد جوج الناس في الدوار مصاحبين، شنو هي خدمتهم؟ التبرقيق والتخلويط، هادشي اللي مقابلين، تلاقاو بجوج، حيت الخلوضه من تيتلاقاو تيتصاحبوا، والبرقاقه من تيتلاقاو تيتصاحبوا. فيما تيتلاقى البرقاق مع البرقاق كل واحد تيجي بخبار، تيقول اخبارك فلان البارح، مالكش ويلي انت غادي مع مراته وصاحبي شنقع عليه من هنايا، والله ما تيقد يهضر قدامها بالله، هز القفه وازماتو القفو غادا شاده البسطام في يديها وغادي كي الحلوف دمدومه، هي خدمتهم، هذه هضرتهم. حنا عندنا هذا الشيء في بلادنا للاسف، بزاف ديال الناس ما تيدخلوش سوق راسهم ويديو في شغلهم، سيرتو دوك الناس كيما قلت لكم الناكره اللي حتى واحد ما تيعتبرهم ولا تيقدرهم ولا تعطيهم قيمه. كاين دول اوروبيه اذكر منها المانيا، اذكر منها لي بي سكونديناف، اراضي المنخفضه اللي النرويج والدنمارك والسويد. هاد الدول معروفين بواحد القضيه، والناس اللي تما من المهاجرين ديالهم تعرفوها، ما تيديهاش فيك، ما تيداش حتى في جارو اللي حداه، وداخل سوق راسهم، وعمرو ما عندهم في ثقافتهم ولا في عيشتهم يهضروا في شي واحد كتك ما عندهمش. الناس يخدموا معاهم وعرفوهم وعاشوا معاهم، ما عندهمش ما تيديهاش فيك. الوقت اللي ما تيديهاش فيك وقلتها واحد النهار، الا بغى يسلم عليك تيقول لك كوا دو نوف، ما هو جديد؟ شي تقول صافا شنو جديد؟ شنو هو الجديد في المدينه؟ من غير الجديد ما تيعاودلكش شي حاجه اخرى، ما تيقولكش كيما قلت لكم واحد النهار بخير صحه لاباس ثانيه، كي داير الوالده لاباس عليها، يبقى الوالد بخير، والخويا دري فين هو غبر، اي باقي خدام ليه العجب، وشحال هادي ما شفتو، بس ما تيبانلكش مصطفى خوك الكبير ما بقاش خدام في هاد الشركه، ولا شفتو بقى تيبان تما، كي داير خويا دري، كي داير مع رجله، دارت شي وليدات. هذا هو الخايب فينا حنايا، هذا هو الخايب فينا. اذا ندخل في الشؤون والسي تيسلم عليك تيولي يبحث معاك، تيولي يسلم عليك، تيولي يدير لك لونكيت، عاودنا يقول السلام عليكم، السلام بخير لاباس، تحبس صافي طيب، لا هو تيمشي لك لدارك، تمشي لك لدارك ومراتك، كي دايره مدام، كي بقات مدام، تسمع عليها واحد النهار قلت لي مدام راه كانت عندي مريضه في 1908، ولقاك يقول لك من عامين من بعد يقول لك صافي كي بقات مدام، وانت باقي اخر دارك لقيتيني انا ومدام في السبيطار، تقول لي كي بقات مدام، كي بقاو الدراري، كي بقى كذا، كي بقى كذا. هذا نوع من التبرقيق، فصيله من فصائل التبرقيق. هذوك الجوج كانوا بحال هكا حاضين الدوار، حاضين بنادم تشك 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 تشك، بواحد الوقت بقاو تيهضروا، تيتكلموا بان هذيك المراه اللي راجلها هضرنا عليه تيمشي مع الشركه وتبدا تدخلوا، بانها تدخل مع واحد تيقولوا بانه كان خليلها، كان قبل عنده صاحب معها قبل، تيقولوا هما تيطلقوا وسط الدوار بانه عندهم معها علاقه وكذا كذا، وتيقولوا بان راجلها من تيغبر وتيمشي تيسافر، هذاك تيمشي عندها. هذا المتهم اللي متهم بخيانه زوجيه مع المراه كان واحد المدلول، وكان عنده علاقه بهم وصاحبهم، وربما هو كان تيحكي لهم وكان تيعاود لهم، وهما تيطلقوا الهضره في الدوار، تلقوا الهضره في الدوار بديك المراه وراجلها، وما كفاهمش الحال، ولا حتى راجلها من تيجي تيكون صابر تيجي وتجلس معاهم تيبقاو يرميو ليه الهضره، وخصك تحضي مدام ديالك اصاحبي، اجمعها شويه، راه شي هضره داير عليها خايبه ولد عمي،
تعرفوش بانهم راه تيهضروا شي حاجه خطيره في واحد الخط احمر ما خدمش يفوتوه. وجمع راسك، راه عندها فلان راه معاه صاحبي، راه كان معاه قبل ما تزوج بها انت، وسمعنا شي هضره باقي تيجي عندها. خلقوا الراجل مسكين مشكل، ولا ذاك الراجل مسكين خايف على وليداته، خايف على راسو، خايف على مراته وتيبغيها، خايف على خدمته اللي تيجي 3 شهور ما 3 شهور ما حنوش منه، هو اللي ديما غايب، وزادوه تيكملوا عليه بهاد الهضره وبهاد التبرقيق. وما اكثرهم. ونوصيكم بحال هذا النوع من التلقائيه، الله يبدا يعاودك على شي واحد تقول له انت مالك، تقول انت مالك تيدوخ، شتي فلان بيني وبينك راه اش كاين تقول له انت مالك، غير تقول لي انت مالك تسكت، انت مالك انت تعاود لي انت مالك اش دارك هو اش دارك انت مالك، وانت تقول لي انت مالك تيدوخ، تيقولنا لي غيقولها لي انا كذا اش يقول. حبسوا راه غادي يعصبك، يبدا يهضر في الناس وراه نوبتك غادي يهضر فيك. حبسوا قول له انت مالك، انت اش دخلك مالك في هذه القضيه هذه. هنا بقاو على داك السيد مسكين تينغزوا عليه فيما يتلاقاو معاه في شي قهوه تينغزوا عليه، ولا تيحشوا ليه الهضره. هذاك اللي هو متهم حتى هو زايد معاهم في الخط، دا به الحال. هذاك المتهم واحد النهار كان غادي معاهم في السوق، هما بجوج دوك المخلوطين غادي معاهم، ولقاو ولد داك الراجل مسكين ولده، هو يقول لي ها ولد فلان، ولد الخليله ديالك، هو يدوز الاخر تو بالتصارع، هو يقول لك الدري لاباس بخير انا وبك خويا بقاو يضحكوا كاك مشاو. الاخر مشى على الباه قال لي با راك السوق وفلان قال لي انا هو باك. الراجل جمع مع مرته وجا قال لها اش خاينا اش تيقول انا هو باك، انا راه تعيت بهاد الهضره هادي، واش انت عندك مع شي علاقه؟ راه شي وحدين من الدوار راهم راه خرقوا لي عقلي، واش انا متى نمشي نخدم واش يدخل عندك فلان؟ قلت ما بيني وبينه حتى حاجه، انا بريئه منه، انا بالله وبالشرع ما ديرش في هذه الهضره ديال الدوار، راه غتوقع شي مشكل، راه توقع المراه تتبرأ نفسها. ولكن الراجل ولا صافي، الراجل داخ كان مسكين تيهرب من الصداع. ربما غتقولوا لي وما كانش راجل في الدقه الاولى كان يخرج فيهم، كان الناس مساكنين تيهربوا من الصداع، ما باغي صداع، تيقول نهضمها وما باغي صداع، باغي عائلته بغى وليداته، ولكن هذوك ما بغاش يطلقوا منه. شوفوا هذاك المتهم ادى به الحال تيقول الدري انا هو باك باش يضحكوا دوك الجوج في السوق. هذاك الراجل عيا من هذه الهضره هذه، وعيا من هذا الكلام ديال هاد خياتنا هادو. واحد النهار كانوا شادين فيه والي في القهوه، والي والله ما بقيتي راجل، وانت صاحبي تشبع مراتك، هذيك ما تقدمت تدوخ فيك، وهذيك راه واحد اللفعه هذيك راك انت معيقش بها، والاخر راه معاه صاحبي، وحنا راه قلنا لك بالعلالي تاكل الراجل صاحبي مالك. بقاو عليه. مراته شحال مره حاول يقتلها، هي تعرف كيتصرف معاه، وتتقول لي ودي هذوك الجوج اللي تهضر عليهم راه براسهم هما تيتحرشوا بيا، وانا تنحترمك حيت راجلي، وتنحترمك على الوليدات، وما تنبغيش نجبد لك صداع، وراه تنجاوبهم فمي في الزنقه وتنسبهم، ومن تجي تدوز معاك يومين 3 ايام ما تنبغيش نجبد لك الصداع، خصك دوزها مرتاح، وانت تمشي تجلس معاهم وتجلس معاهم في القهوه تيبقاو ثاني يشدوا فيك. واحد النهار هز واحد الجنويه ومشى لهم بجوج، مشى تيهدد فيهم كذا. اش داروا ليه؟ قالوا لي شتي اش غدير انت؟ حنا تنكذبوا عليك، وانا غنجيبو داك خينا ويقولها قدامك، غيقول انا صاحب فلانه وانا تندخل عندها وانا كذا وانا كذا وانا كذا. في المحضر ديالهم تيقولوا حتى اللي دار المحضر، الدركي اللي دار المحضر تيقول بالدارجه، تيقولوا ليه واحد الكلام خايب بالدارجه مكتوب بين قوسين في المحاضر، راه تيقول في ليها وتيقول عليها وتيقول شي هضره خايبه مابقاش نقولها. قال لي هو مسكين رسى راسو خلصو امر واقع، قال لي واخا جيبو يقول هاد الهضره جيبوه. قال لي واخا حنا غنجيبوه في العشيه، غنجيبوه وعندنا فين نتلاقاو تهبط العشيه وغتسمع على ودنيك. قال لي ايه؟ قال لي شتي داك الكسب السكر، قال لي غندخلوا في الكسب نهضروا بجنب الكسب، وانت غتخبى في الكسب، وحنا غندوزو هذا الكسب وغنوقفوا فين غتخبى وغادي تسمع. فعلا داكشي اللي داروا، جابوا له 2 ضحايا، هذا مسكين الضحيه هذا الراجل مجوج، وجابوا الاخر داك اللي كان يتباهى او بقاو تيزعموا فيه حتى ولا تيقول هذا الكلام، جابوه بقاو غاديين معاه. السيد تخبى في الكسب والاخر بقى غادي معاه، وقفوا جا قريب عليه باش يسمعهم.
والاخر تيهضر معاه بصوت عالي كما جاء في المحضر وتيقول ليه اقول دخلناك بالله دابا حنا بيناتنا فلان عندك معاه بصح ولا تكتبها تقول والله حتى عندي معاه بالله وشحال دوزتي معاه ويلي انتوما كذا كذا. وهذيك النهار قلت الدري انا باك يا باه انا باه الدري انا باه هذيك راه ماشي باه. راه المراه قالت لي راه ما تيولدش وراه كذا وراه كذا. تنكذب عليكم ولا انا تنسنى غيمشي وغادي يمشي الري عندها وندخل قدامكم. بقى تيهضر الاخر تيسمع ديك الهضره هو يخرج بواحد الجنويه في يدو خرج من الكسب وقصد هذاك وضربو با شد معاه ضربو بالموس ضربو على القلب. طاح الاخر. الاخرين كانوا عندهم واحد بيكالا هربوا وزادوا. الاخر مسكين داخ شاف الاخر طاح الاخرين هربوا هو يزيد في حالاته. زاد في حالاته والله يعاون اللي بغى يوقع يوقع يلا نديريها ليها. مات هذاك. دخلوا لجر الدرك عرفوا القتيل. هرب واحد هربه مسكين عند شي عائله سافر ورجع مشى عند واحد عمو وتيعاود ليه في واحد القهوه كلشي تيعرفو كلشي عارف قصته. قالوا الدرك جاو داوه تيعاود ليهم كما جاء في المحضر تيعاود ليهم الدرك تيقول لهم انا اللي قتلت هذا السيد الا مات انا اللي ضربته وانا اللي قتلته ولكن انا راه ماشي لخاطري انا راه عييت هاش كاين. ما تعرفش ما عرفش اش يدير. كان عليه يرفع شكايه بهاد الناس بثلاثه يمشي عند درك ويرفع شكايه او يدير شكايه لوكيل الملك يقول له سيدي انا فين خدام في الخدام واحد الناس راه لي حياتي راه دوخوا لي راسي راه دوخوا لي حياتي لمده اكثر من 10 سنين كما جاء في المحضر هما شادين فيها هاد الشده هادي. راه ماشي هذه دقه ديال عام ولا عامين اكثر من 10 سنين هما دايرين قشابه في الدوار. وهذوك جوج شياطن دايرين واحد الانكار ديالهم في المحاضر ديالهم ديال الانكار. ومن هاد الراجل كاع اختار هذا الشيء كله الانكار. اذا الجدرمي ما دارش محضر معينه الجدرمي ما مشاوش ويشوفوا القصب انا كنت مخبي هنا هو كان هنا هما كانوا جوج ويشوفوا عنده واحد بيكالا نشوف بيكالا كان الرويد ديال البيكالا ونجيبوا كل واحد نعزلوه بوحده هذا بوحده هذا بوحده ونواجههم ما يثبت. كان يدير شكايه انه مش كان يقتل ولكن كان يدير شكايه ودي مرته دير شكايه كانت يتحرشوا بها ودي هاد الناس اللي شحال من عام شادين فيا ويدبر واحد جوج شهود من الدوار تيقول فيها الهضره ويجيب هذاك اللي تيهضر كبرات صغار مع المخزن. ولكن دابا ماشي كبرات صغار دابا خربقها لانه خرج ضربوا بشنويه. الاخرين مشاو عند الدرك بحثوا معاهم تاكدوا الدرك بانهم فعلا هذا السيد اش كنديروا ليه. تقدم السيد للمحكمه وجات مراته تقدم المحكمه تقول كلامها وهذاك مات. هادوك كانوا غيفلتوا كما جاء في المسطره ولكن ما فلتوش. تحكم هو ب20 عام وتحكموا هما بالحبس لانه الحبس اللي تحكموا به كما جاء باقي تابعوا ناخذوا ابرام وتابعوا كذا ما نقدوش نوقفوا هنايا. وهو تحكم ب20 عام وهما هما تشدوا تحكموا. ما قلت لكم ما بغيتش ندير الحكم النهائي ولكن اللي بغيت نقول هنايا شوف جوج مخلوضين جوج برقاقات تيهضروا في الناس تيهضروا في عباد الله ويهضروا في اعراض الناس. شوف اش داروا وهما كثر. اللي بغيت نقول هنايا بحال هذا النوع من تعرفوه راكم تتشوفوهم وراكم انا دابا تنعاود لكم كل واحد راه عارف ولا كل وحده عارفه فلانه تاهي من هذا النوع تا فلانه مخلوضه ولسانها طويل بلوب 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 بلوب. هذا النوع من نجلس معاه نقول لي انت مالك ولا من نجلس معاه تبقى تعاود شتي فلانه مشات هي ورجلها مشات نتفاوض ضربها رجلها مشات دابز معاه وجات هي مشى شرى هاد فينا مشى ما بغاش يشري الخاتم قالت لي تقول لي انت مالك انت في هذا الشيء كله مالك انت مالك. شحال من الناس ماتوا شحال الناس تقتلوا شحال الناس في الحبس سبب ماشي مخلوضين المخلوضين هما سبب تك 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 تك. ها هما جوج ما عندهم شغل نايضين تيخربقوا وانا لا اظن ان ذاك الرجل كذب عليهم لا اظن باش كذب عليهم
لان مسكين تيقول سنوات هو مع ذكرياتنا وما حاقن عليه حيت كان محقور، كان محقور. اما النهار الاول كان يطفيها. ويقد يكونوا عارفين شي مراه في ديك القبيله ولا في ديك المدينه ولا في شي دوار تدير شي فعيل وتيكون راجل خطير وراجل واقف كاباب، ما تيقدوش شي واحد يقولها ليه، ما يقدش شي واحد يقولها ليه، والله ما يقد يقولها ليه. ولكن تعرفوا مسكين محقور تيوليو يدوا دمدوم يبقاو يشدوا فيه القشابه وهذا لان اعوذ بالله من الحمار اذا تار، اعوذ بالله من الحمار اذا تار. الحمار حاشاكم واحد عزكم الله هو حيوان. انا ما تنبغيش هذه القضيه نقول لكم ديما هذا الحمار حاشاكم عزكم الله انه تو مخلوق ومخلوق نافع، ونافع احسن من بعد، استغفر الله العظيم، من بعد الناس. الحمار نافع وكل ما في الحمار جميل. واحسن حزب في امريكا سميتهم ديال الحمير، ديال الشعار ديال الحمار. زعما حنا تنخدموا وتنقول اعوذ بالله من الحمار اذا تار. الحمار تيبقى يضربوا مولاه وين غزو يضربوا، ولكن نهار تيضرب مولاه ضربه وحده تيعيا وتيركن مولاه تيجبى ليه النيف تيسالي معاه. اعوذ من الحمار اذا تار. واحد النهار الحمار تيطور تيعض شي واحد، تيعض هو بعض المرات تشوفوه يعض شي حيوان تيدور به، يعض شي واحد من كتافه يركن شي ركله واعره تيعيا. واحد النهار تيطور. هذا الراجل مسكين تا هو دار ديال الحمار اذا تار. كان حمار واحد النهار ويطور، وانا كنت تنقول كان عليه يضرب هذا ويضرب هذوك بجوج نيت صافي. حيدتي كل شيء. علاش غتحيد كل شيء وقول اللي بغيتي يلا، ولا في شي عام مستديمه ولا شي حاجه. نعم كان عليه يمشي للمحكمه وحط، ولكن مسكين ما تعرفش يمشي للمحكمه. يمشي هذا القيد، يمشي هذا المقدم، يقول المقدم شكون؟ ولد فلان تيقول فيه انت سيد قصه تيقولوا فيك سطريه. والراجل مسكين الضعف ديالو دخلوا فيه الشك. ربما تيقول انا مشيت للجدارميه، مشيت غنجي نتفرش بزاف. ربما تيقول هادو غير بجوج ساقي ديال الخبر، غنجي نطرف الدوار كامل ويعرفوني الناس وهادي 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 وهادي. ما عرف، ما مسكين ما عرفش يعطي راسو المخزن، ما عرف يعطي راسو هذا. ولا كان مسكين محقور في القبيل شكون غيتصنت ليه، عادي يزيد يضحكوا عليه، عادي يزيد يضحكوا عليه. يمكن يمشي عند الدار يلقى شي دار كيولد الناس ويتصنت ليه بشويه، ويعاونوا كيفاش يجيبهم في التلبوس، ويعاونوا كيفاش يصيدهم بهضرتهم تيقولوها. ولا طاح في شي جدارمي عيانه يقولوا حتى السير ديال حتى يقولوا لا مرة السير الطريق وسير صافي خرج علينا ويسوسو مسكين. سا ديبون. هذا هو حل البوليس، حل بعض الجدارميه وبعد البوليس. هذا حالهم. ما تعطوش قيمه للقضيه، كاين اللي ما تعطيش قيمه للقضيه، كاين اللي تلقى مسكين تعطي قيمه الناس والمواطنين وتسنت ليه شو كاين، كاين اللي ما تيهموش شي حاجه اللي كانت تما واخا ما كانش تما ما تيهمناش. الحلقه ديالنا الثانيه تقريبا نفس بحال هذه الحلقه هذه، فهي فضات بروح. واحد السيد ما قاري شيء، ساكن في واحد الدوار، تعرف حاجه وحده، تعرف يشتري البايم كما تعرفوا الناس، ويبيع ويشتري في البايم ويسرح، وتعرف يسرحهم. اي تيشتري بايم تيربيهم هو وتيسرحهم هو، تعرف السرحه دار سرحه الدار، عايش مع عائلته. ولكن ديك العائله كما تيقولوا الناس لا بنته لا هو ما مجوجش، لا خواتاتو لا باه لا خوه، كانوا شويه ناس بحال مساكن شويه ماشي تتما تنعرفوا شحال العائلات عايشين، ولكن شويه في عقلهم في هذا ماشي مقادين. ربما داك الشيء ولاتي، ربما مع الفقر، ربما حتى هذا الانسان كيما قلت لكم عنده بهيمات وعنده بقر وعنده كذا، ما تعرف حتى حاجه في الحياه، يسرح ولا كان شي وحده يبيعها ويمشي يجيب وحده اخرى من السوق يجيبها عاوتاني يسرح، ما دير السرح تيدير هذا وهذا، هادشي اللي عنده. كانوا شي وحدين تا هما تيسرحوا في الدوار معاه معروف، كبر هو في العمر وباقي تيسرح، ولكن واخا عنده كما تيقول الناس ما عنده باش يدير السرح، عنده باش يعيش لا وتعرف السرعه قبل بهيمو، واي احسن ما تيبغي هو يخرج بهيمو ويمشي يسمع السر، ما عندك تيسرح. شي واحد من دوك السراح دوك الرعاة قال لي ودي، تيقول لي شتي فلان راه مع اختك راه معاها، راه شتي متى تجيب لك الماكله، تيوقف ليه هو واختو، تيقولوا الناس تما واختو راه واستغفر الله شكون اللي غيديها فيها، وبقى مسكينه مساليه ديك اختو واك بحالو مساليه، مرات تمشي بصباط هابط وتصع عليه حفيانه، كان غادي تمشي للغابه تمد الماكله وترجع، وتيقول الناس غدا وتغني، ماشي في هذا العالم ديك البنت كاع ماشي هنا. والاخر تيقول لها واحد راه مع اختك،
راه تيقرب الغنم ديالو قريب تيقرب هنا متى تكون هي جايه، راه تيدوز بهيمو من قدام الدار وتيبقى يصفر بالعاني عم بالي راسو. الاخر ولا تيمشي عند اختو تيقول اختو واش بصح فلان، حتى الاخر عنده البايم وتيسرح تيقول لها فلان تيتهرش بيك تيقول شي كلمه اش بيني وبينه بعد مني بعد مني كذا 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 كذا، ولا تيمشي عند هذاك تيقول ليه تيقول انت عمرك هضرتي مع اختي؟ الاخر تيقول سير فحال اش نهضر مع اختك هذه غابوها لي سيرش بيني وبينها، انا قلت لك انا تنقول لك انا تنقول لك. تيرجع عند داك المخلويط تيجلس معاه تيقول لي اش درتي؟ تيقول لي راه مشيت هددتو كذا كذا، تيقول لي اخلا انا غنحضيهم لك انا غنحضيهم لك. لما هذاك بعض المرات تيمشي السوق ولا تيمشي شي غرض ما تيسعش شي نهار تيقول لي البارح كون غا جيت يا صاحبي وهو وياه تيهضروا ليه حتى ديك الشجره حط عليها يدو تيعنقها وكذا ليه واش تم بعيني عرفت غتمشي السوق وبدا تيعمر في الراجل تيعمر في الراجل. الاخر هو يخمم دار واحد التخميمه مزيانه، البلاصه فين تيسرحوا ما بينها وبين ديك الغابه كاين السكه ديال القطار. واحد النهار الاخر جالس تحت واحد الشجره والاخر جا جلس حداه، جلس حداه بقى تيهضر معاه تما تيتبتو هو يغفلو وهز واحد الحجره بانت ليه بجنب السكه كبيره وجا من اللور هو يضربو راسو ضربو راسو دوخو وجرو للسكه وجبد واحد السلك وحطو فوق السكه وبقى تيعقد ليه رجلو بالسكه تيعقد ليه هاد يد بالسكه وهذا وتيعقد ليه كلشي وخلاه تما داز التران هو يعطيه داز التران فرتو جاو الناس يغوتو سيدنا جاو الدرك اشنو كاين هنا السلك قضيه كانت بسيطه عارفوا الناس راه كان وقت جالس مع فلان مشاو جابوا فلان داوه ما بغاش يبعد من اختي. تيقول لي واحد الدراكي تيقول ليه واش لقيتها معاه؟ لا ما لقيتهاش معاه. وعلاش شادتيه؟ هو تيبقى يتحرش بها جيب اختو جات اختو هذا تهرش بيك بعد ما نديرش بيني وبينه قالك تهرش بيا ولا يدير بيا انا ما عندي ما ندير بيا كذا كذا والبنت بريئه كيما تقدر وماشي في هذا العالم. والاخر تيقولوها ليا شكون تيقول واش غادي تيصحوا قالوا لي قالت تيقول لي تيبقى يسلم عليها وتيبقى يهضر معاها وتيبقى ولكن كما قال لي هذاك الدراكي هذا الدوار وفين غيمشي مع هذه البنت وكل شيء بين كاينش الغابه راه هي فيها شي شجر ديما عامره بعباد الله البهائم ومالي كذا كذا كاين الدوار هي تدخل تجي لي غير الماكله وترجع ولا تمشي تحلب وترجع كاينش حتى المكان والزمان فين غيتلاقاو هادو ثاني وبجوجهم هادوك ماشي من ذاك النوع كاع والاخر بقى تيعمر فيه ولا تقول شكون اللي قال لك تقول فلان جابوا فلان انت قلتي ليه قلتي هاد اختك وسيدي عمري ما قلت ليه هذا رحمق وشكون الاخر كاين فلان جيبوا فلان عمرك انت قلتي لي بان اختو مع كذا وسيدي اختو لا سيدي هذا سي رفض والدين انا بالله بصرع وكاع السميات اللي تيجيب تنكروا حتى هو قدام الجدرمي غتقول ليه وهذا راه قال لك ماشي شكون الاخر والاخر فلان شكون مول السكه مال مول السكه وانت مستكا قالها لي هذا مستكا تيمشي يصلح معكم قال لك جيبوا مستكا قال حتى بيني وبينك عطيت شبرتي ساعه تيجي ياخذ من عندي غير الكارو المسخوط هذا وديما تنسى 40 50 ويعطيه الحبس. جابوا كاع داك اللي كان تيتهم بانه خلطو ضربها لي بنكره اجي انت قلتي لهذا بان اختو تمشي مع شكون هو هذا مالو اختو عاودتي لاختك اختو شكون اختو زيرو اختو ديك هذا ولا الاخرى ولا طامور غليظه شكون فيهم انت؟ طامو قال لك لا طامو ولا زيرو بجوج تيقول لي مرة تيقول لي طامو ومرة تيقول لي زيرو وانت قلت لي طامو ولا زيرو اش نقول لي طامو ولا زيرو هذا كاع ما تيتريكا كاع ما يهضر معاهم الواحد وكذا وكذا وانت كي درتي ليه كي درتي ليه ضربتو بحجره وتبغي اختك الجدرمي تبغي اختك شي واحد يبقى يتحرش بها شي الجدرمي تبغي اختك انت تسرح وهو تيهضر مع اختك تبغيها شي الجدرمي كوا تيهضر معاه وكي درتي ليه ضربتو بحجره وضربتي بحجره بركه ماشي دوخ انا ندير السكه كتفتو ومنين شتي السلك هذيك البلاصه اللي مدورين على الروضه فيها السلك وتما جبت السلك ربطتو باش ما يهربش من تكون جاي القطار تران باش ما يهربش خافوا يهرب من يكون جاي الثاني يهرب ما خصوش يهرب وضربوا التران وقتلو ضربوا المؤبد الله
تران تا هو وقف على بعد واحد المسافه، خدا واحد الوقت وهو واقف كيما تنهضروا انا وداك الجدامي، قال لي مازال غتجي ضعيره، غتبعوا ضعيره ديال الوقفه ديال التران، حيت واحد كيدير اكسيدون مع التران قد ما وقف التران قد ما وقف التران كان واقف تجي ضعيره لواحد، كون طوموبيله كروسه ولا كذا يضربوا ويقلب الطوموبيل يديرها وتجيه ضعيره ديال ديك الوقفه اللي وقفتي التران، حيت التران ديما عنده الصح، القطار ديما عنده الصح، ماشي القطار انا جاي والقطار ضر عندي وانا جاي والقطار فرن عليا ضربني بالباب صابك هذه الطوموبيل ديال بو احمد ولا القطار هذا. واحد النهار واحد العرس هنا في الغرب، العرس كاينه واحد البلاصه ما بين دوك الدواور وكاين ما بين الطريق الرئيسيه، كاين سكه ولكن كاين بلاصه تيدوزو منها ما فيهاش غير محروسه، ما فيهاش داك هذا، تيدير واحد الصونيط تيت واحد الصونيط وثم تيجي يوقفوا تيقطعوا حيت غير عروبيه، ولكن هذاك خاينه اللي جايب ديك 207 موالف ديك طيط 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 ديك بيب 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 تيقول واحد الصوت مثلا جاي، ولكن ذاك النهار الغياطه داخل في 207 الغياطه خدامين تطقطق والغياط تيجي عند داك الشيفور الغياط كاع ما سمع ديك ديال التران، هذا قال لنا واحد من دوك نبقاو حيين، قال لك الغيطه ما سمعناش حنا، وقال لك واحد تيغيط حدا الشيفور صايك تيدير ما صايق فاطمه وها المرضيه في دو طي طي طي، هو يجي التران ديال هو يصمكم شتت وكل شيء كلا شو شي جوج العرس كل كلا كل شيء تبرمد كل شيء طاح. واحد اللي تيشهد شهاده زوينه عجبتني تيقول قال لك شتي التران كان جايب شويه شتو انا وبالعالي من قرب لك كسيره، شوف كيفاش بغى يشد زعما بغى يشد في القطار وما شافنا كسيره شتو انا مش ترجم تنقول لي عندك هو ما شافنا عاد زاد فيه زعما بغى يصيد تران علاش انت شتي الناس وكسيريتي. وهذه كانت ما بين سيدي قاسم وبن القصيري، هذه القضيه هذه داخله عندنا حنا بريميتر ريبان الله يرحم دوك الناس مساكن. كان واحد بوليسي منا العائله ديالو داك العرس من العائله ديالو، وداك البوليسي طلب واحد الشاف قال لي انا مع السعود راه غنمشي بكري شويه انا معروض العائله ديالي وتيتسناوني وكذا وكذا، وقال لي الشاف قال لي وبلاتي 8 ونص نجيب شي واحد يبدلك في الديمومه وسير انت، هو ديال التونيكس هو ديال الكسوه، وقال لي سير انت العرس. مشى هو مشى وغاب وجا عندنا حنا ناض صداع التران ضرب شي ناس ماشي ناس نقلبوا الطوموبيلات لومبيلونس كذا هو يجي واحد لابس واحد الكومبلي باقي عاق عليه يدير واحد الكرافات هو يقول لك السلام عليكم السلام، ما كاينش اللي وصلنا كاع ما سول اشنو الفوضى اللي واقعه، قال واحد ما كاينش اللي وصلنا عند لافامي العرس، قالوا لي العرس العرس ديال لافامي مسك اخبار وهذاك العرس والعريس داك الشيء حتى غادي عندهم راه جا واحد التران هو يجمع كل شيء او لا فامي ديالي دازت واحد اليومين حتى نعزوه في الكوميساريه الله يعظم العزم والله خو مسكين تا هو مات في ديك الطوموبيل شي نسيبو شي تخربيق والله يعظم العزم جاب الكومبليمات اخبار الله يرحمهم مساكين تنحيي بلا ما نذكر سميتو لا يبقى مسكين هذا النهار يتفكرني يقول لي ما لقيتي ما تقول خلاص تقول عليا هذه الهضره هذه الله ندخل في الحلقه ديالي. واحد النهار وقعت واحد مول الطاكسي غادي في الليل غادي تتبان لي واحد المراه جالسه هذه في مدينه صفرو كان الثلج وكان البرد وتتبان لي واحد المراه جالسه حدا واحد الشجره داز من حداها وشافها وشاف بان هذيك المراه ماشي متشرده حسب الهندام ديالها واللبس ديالها مراه نقيه، وقف عليها ورجع عندها قال اش تديري هنايا؟ لقاها تتبكي قالت ليه انا جا عليا راجلي، قال لها رجعك راجلك مشيتي للكوميساريه وانت جالسه في هذا البرد غتموتي هنايا وتتلجي عندك شي عائله هنا؟ قالت لي ما عنديش. ما عندك شي في صفرو كامله؟ قالت لي ما عنديش. قال لي راه غتموتي بالبرد وهذه دابا شحال في الساعه دابا 11 الليل ولا 12 الليل والثلج والبرد. قالت لي مشيت للكوميساريه قال لها شوفي راجلك شنو درتي ليه؟ قالت لي تخاصم معايا راجلي جا شرب وبقى تيسب لي وتيعاني وقال لي خرجي سيري بحالك. ومشيت للكوميساريه وقال لي سيري عند القاضي. السيد اجدر هو ساكن قحده بلاصه فين لقى الماء خلى الطاكسي حداه قال لي انا جاي ورجع
دخل لدارو وخرج هو ومراته. مراته كما تيقول كانت ناعسه وفيقه ولبست حوايجها وخرجت في ذاك الليل وجا مراته قال لها يلاه معايا ندي واحد مرة للكوميساريه. هاد السيد فكر ما بغاش يمشي مع امراه اللي هي مرت الراجل وفي واحد الوقت متاخر من الليل ويركبها ويبقى غادي بها للكوميساريه. ما حقو يدير هاد الشيء والما ودي لقيتها في واحد المكان خالي من المره ومكان خطير. هو لا بغى مرتو تكون بجنبو تحميه وتحميها حتى هي من الهضره ولا من الكلام او شي واحد شفتها ديزا مع مول الطاكسي ما شفتها ديزا مع مول الطاكسي في الليل والطاكسي تقول لها تصفروا في ذاك الوقت فاش كنت خدام يلا عندنا واحد العدد محسوب على الاصابع. رجع للكوميساريه رجع للديمومه لا بيرمانونس. داك السيد اللي تما خدام الشرطي قال ليه رجعت عندنا سيدي هذه. قال له ودي رجعت عندكم ولكن السيده انا لقيتها في الخلا الرجل ما بغاش يدخلها. قال رجعت عندنا وقلت لهم سيروا عند القاضي. وقت قال لي دابا الشاف ديالي هاد السيده مشى عند القاضي دابا. قال لي لا الصباح تمشي عنده. قال لي ودابا غنمشي عند عائلتها. قال لي ما عندهاش عائلتها هاد المراه ما عندهاش عائله. هاد المراه هي تقولها ما عندهاش عائله. ربما داك البوليسي تسرع فاش جات عنده المراه وما تصنتش ليها وما دارش في هضرتها. ربما ما تعرفش في القانون شنو يدار. راه ماشي كاع البوليس ملائكه. كاين بعض الناس اللي معكازين في الخدمه ديالهم او ما تعرفوش اش تيديروا. قال ليه داك مور الطاكسي ولا هو تيرد المورال. قال ليه ودي راه هاد السيده راه سمعت تصنت اش تقول راه ما عندهاش عائلتها هنا تماما وانا راني ولد البلاد هنايا وما تعرفش هاد عائلتها تقول هي عائلتها راه كاينه بولمان. وثانيين راه صيفطتيها قلت لها سير غدا عند القاضي راه مشات حدا الشجره وجلسات. قال لي سيدي يلا غنمشيو نشوفو. قال لي داك المسلم نمشيو نشوفو سيدي هذا الراجل. عاد هو غادي يشوف الراجل. كان عليه في الاول يمشي معاه يشوف راجلها. كان عليه في الاول علم النيابه العامه في الليل عيط التليفون سيد الوكيل يقول لي سيدي واحد السيده جات عندنا اش كاين اش كاين اش كاين. نصيحه الناس ديال المؤسسات الامنيه دراك وبوليس في هذه الحاله هذه دري صغير راجل كبير امراه معتوه بنت جات في الليل قال لك سيدي الدري صغير ما عرفتش دارنا خرجت وتلفت. سنى واحد الوقت الدري عندك في الديمومه سنى واحد الوقت شوف الا جاو عائلته تمدوا لهم ما جاو شيء. حاول تركب داك الدري وديه للمدينه وحاول يجبد لك الحي في اين حي شويه كاين شكون اللي حداكم شكون اللي قريب لكم تتقربوا لدارهم. عرفتي اش كاين. اما من تجي عندك مراه في الليل في واحد الوقت وتتقول لك ما عنديش عائلتي هنا جا عليا راجلي او تلفت او مثلا نزلت انا من الكار وما عرف فين نمشي خصك تحمل مسؤوليتك معاها. ديك المراه ما تلقاش من يدك ما تلقاش باش ما تمشيش تعرض لشي اغتصاب او شي عنف او لا شي حاجه. المراه في اللي تجي لا بيرمانونس اما عائلتها غيديوها ما غيديوهاش عائلتها خاص واحد التكليف يقوم به ضرب السلطه القضائيه اللي رئيس الديمومه باش يحل مع ديك المراه ويحل مع ديك البنت. ماشي البنت غتجي عندي تقول لك اخويا ضربني خويا وجيت عندكم تتبكي وتقول لها سيري حتى غدا ان شاء الله وجي عندنا ودير شهاده طبيه وراه فوق 12 الليل سيدي صيفط انت البنت في ذاك الليل. لا الا كانت مضروبه وعندها جروح رصيد الاسعاف تجي للديمومه وتهز البنت من الديمومه للسبيطار ومن السبيطار تيمشيو مع الشرطه للدار ديالهم. هذاك البوليسي ما خدمش شي مزيان وقال لك براسيلي ولكن تراجع على ذاك بعد ما مول الطاكسي نصحوا تراجعوا قال يلاه نمشيو. وهز ذاك البوليسي المراه والطاكسي ومراته ومشى مع مساعد ديالو ومشاو دقوا على داك السيد. داك السيد كان مشى على الضو كما تيقولوا وطفى الضو من دقوا عليه طل وتفضوا شافهم وتفضوا ما بغاش يجاوب. هنا اش غيديروا غيفرعوا عليه الباب كما قال داك السيد اللي عاود القصه قال لك الباب ماشي سهل واحد الباب بلانديد الحديد وفايته 12 الليل. هنا اتصلوا بالنيابه العامه. النيابه العامه قال لهم شوفوا ما بغاش يحل الباب ما بغاش يحل الباب غادي تشوفوا شي مكان امين فين تبات ديك المراه تكون مكان امين والصباح ان شاء الله نعطيكم التعليمات ديال التدابير اللي غتاخذوا مع داك السيد. غادي تمشيو تجيبوه وتدخلوه قدموه ليا في حاله اعتقال اللي جا عليها في الليل وسد عليكم الباب وداك الشيء سيرتو عندها اثار العنف عليها. جاو رجعوا للديمومه. هذاك البوليسي قال لك المراه شوفي حنا غنشوفوا لك هنا
فالديمو ماشي بلاصه نفرشولك، او ما عرفتش مثلا نقول لها غنديك لشي فندق ولا شي حاجه، ولكن مول الطاكسي داخل وقال ليه اسيدي هاد المراه هادي مرتي، ها عقد الزواج ديالي ها هو، انا هاد السيده غتبات عندي في داري مع ولادي والصباح انا نجيبها لكم. وداوها وسمح ليه داك البوليسي باش يديها باش ما دار لي محضر، ودا ديك المراه وبيتها عنده. والصباح من جابها كنت انا خدام في الدائره، حنا الديمو ما خلاو لينا خدمه. استقبلت انا السيد، قريت داكشي كتبوا في الليل بان السيد داها مول الطاكسي، القضيه كيما شرحت لكم. انا هنا دخلت وجا مول الطاكسي وعاود جات معاه مراته، وقلت لي انا علاش جايب معاك مراتك البارح في الليل واخا ما دابا النهار؟ قال لا خويا انا ما نهزش مرات راجل بوحدي وهي عندها مشكل والراجل يدير لنا شي مشاكل ولا شي حاجه. قلت له مزيان. عاود درت المحاضر اللي خصني ندير وعاود انتقلت انا والمراه بوحدها بعد ما شكرت مول الطاكسي وقلت له ودي كان الخدمه ديال الرجال اللي درتي وشكرته. ودخلت عند المعلم رئيس المفوضيه قلت له نعم هذا اجدار وشد عليه يديه رئيس المفوضيه قال لي الله يكثر خيرك وهذا عمل درتي بخير هذا العمل هذا. وهنا قال لي رئيس المفوضيه غادي نعاود نشوف مع داك الشرطي نوريه اش كان خصو يدير قبل ما يجي مول الطاكسي اللي هو اللي دار هذه الخدمه هذه، اي انه غيجبد لي ودنيه. وقال لي الله يكثر خيرك ومشى مول الطاكسي في حالاته. ومشيت انا مع ديك السيده مشينا دقينا في دارها. لما دقينا في دارها قالنا واحد السيد رجل خرج جالس في القهوه. مشيت عند راجلها وجدته كانت ريحه الخمر تعطي من فمو يتشرب في الليل، وكان واحد الراجل ما عجبنيش. وقلت له هذه مرات، قال لي مراتي. وقلت له شوقع البارحه خرجتها في الليل؟ قال لي ما ندخلهاش تمشي فين ما بغات ودير اللي بغات، انا ما بقاتش مراتي. قلت له ودي مراتك راه عايته بولمان وعندها حويجاتها هنايا وعندها وليد كما تقول، والولد بقى هنا. قال لك ولدي هذاك ما نعطيش ليها دير اللي بغات. قال يلاه معنا الكوميساريه. علاش غنمشي للكوميساريه؟ قال علاش غنمشي؟ نمشي عند القاضي يصحاب لي تنلعبوا هنايا. خدامنا معاه شي شويه ديال الصرامه وركبناه وديناه معنا. لما ديناه معنا داك السيد تيشكي شي شكوى ما فهمنا منها والو، ما بغاش تحشم. انا تنهضر معاه تدير ليا السيد يقول لك اودي راه هذا حالته فيما تيشرب، ولكن عمره ما خرج. هذه المره خرجني تنقول لها ودي انت تشرب، ولكن هذه المره خرجتيها مولف تشرب ما تتخرجهاش. قال لا ماشي خرجتها عمرها ما تدخل عندي. وليدها حويجاتها كذا تمشي عند القاضي، انا ماشي شغلي في هذا الشيء. وبدا عليها بالتهديد قدامنا. والتهديد انا تبعتيني غنقتلك، انا اللي غندير لك. هنا اضطريت باش نتصل بالنيابه العامه ونقول لهم هادشي كيفاش تيتصرف معانا ومعها، وكيفاش تيتصرف معها هي، والتهديدات اللي تيدير، وكيفاش تيهيننا حنا كضابط شرطه قضائيه، تيهيننا كضابط شرطه قضائيه. ودرناه في الاعتقال وقدمناه امام السيد وكيل الملك على ذاك العمل اللي دار في ذاك الليل وخدا عقوبته. هذا هضرنا على الطاكسي وشوف مول الطاكسي اش دار. هذه وحده. كنا خدامين في القنيطره واحد المره، وواحد الليله كان واحد السيد مجرم سرق فردي البوليسي. هو ساكن في واحد البلاصه، واحد العماره قديمه ساكن تما واحد البوليسي، وهذا كان في الجيش وطردوه من الجيش، طردوه وبقى تيتربص بداك البوليسي حتى استطاع باش يدخل ليه لدارو ويزيد الفردي ديالو ودا الفردي. البوليسي قلب على الفردي ما لقاهش، ولكن البوليسي ما عرفش شكون اللي دخل ليه لدارو، ما عرفش مسكين شكون اللي دخل للدار، كانت خاويه شكون اللي دخل ليه لدارو، وفرت ليه الحوايج ديالو كاملين وخربقها ولقى الفردي. كان تيقلب على الفردي تيقول البوليسي انا ما مشى ليا والو، مشى ليا غير الفردي. لما مشينا نديرو المعاينه تنلاحظوا ديك الدار كلها مبعطره. حنا بقات الهضره تيقول هاد الشفار ماده لا ذهب ماده لا فلوس ماده، يلاه دا الفردي. هذا القضيه شويه بقى فيها الحيص والبيص والهضره، ياك ما طاح ليه في السرقه البوليسيه، ياك ما داوه ليه وبغى يدير السبه ديال الشفاره، ياك ما لانه ملي دخل داك السيد ما عرفناش، ولكن الباب محلول ما مارس ما والوش، عنده مفاتيح مزوره ما عرفناش. دازت واحد 4 أيام من هذيك الشكايه. واحد النهار في الليل وانا ناعس في داري، جاو عندي البوليس قال لي ودي
يلاه تمشي للكوميساريه. دابا راه جميع العناصر ديال الشرطه القضائيه خصهم يجيو. كاين واحد لافير خايبه خصكم تجيو. فيقوا لي وداوني تلقى واحد الجماعه ديال البوليس تا هما فيقوهم قدام الديمومه. قال لك اودي راه واحد السيد جبد على واحد مول الطاكسي فردي وخدا ليه الطاكسي ودا الفردي، وهذا الفردي لا يستبعد يكون الفردي ديال البوليسي ديالنا. ان هذه خطر. هنا تفرقنا في السيارات وبقينا تندورو وسط المدينه، اي طوموبيل نوقفوها، اي طاكسي نوقفوه، اي هذا نوقفوه، اي كذا كذا، حتى لقينا داك الطاكسي واقف حدا واحد المسجد محطوط واقف، عرفوه الناس بالرقم ديالو، ها هو الطاكسي. كاين البيبان محلولين. مول الطاكسي جبناه، قال لك اودي راه دا غير طريف كان عندي هنا وشي فليسات داوها ليا كان في الطاكسي. خداو البصمات الناس المكلفين بالطاكسي وبقى البحث على هذا السيد. اذا دابا بدينا نقلبوا على واحد السيد ماشي عنده طاكسي، دابا ولا واحد السيد حط الطاكسي تيمشي على رجليه. المعلومات اللي عطانا مول الطاكسي تيقول واحد السيد مقدر وطويل، هادشي اللي تيقول لنا عليه، ودير كاسكيطه ديال العسكر، اما توني زي مدني وواحد الطربوش اللي تيلبسوا العسكر ديالنا او تيتسمى توني دو كومبا، توني الحرب، داك الطربوش ديال التوب. هنا بقينا تنقلبوا في ذاك الليل في غنطيحوا شي واحد غير دايز، ولكن درنا واحد لاسين اسمه واحد الرافل كيما كاينه، اي واحد مشبوه فيه في الليل دخلناه. ولا واحد الجمع ديال عباد الله عندنا، سميتك سميت امك فين كنتي غادي فين كذا، وحتى ما راكم عارفينها. واحد الوقت سمعت عاوتاني قال لك اودي راه واحد مول الطاكسي اخر في واحد الجهه فورات بعيده شدوا واحد خينا جبد عليه فردي وبغى يداز مع الخروات القرطاسه وسط الفردي، طاح الاخر دخل عبط من الطاكسي ودار ليه الطاكسي. حنا هنا ولينا درنا واحد الخطه، موالين الطاكسيات كلهم يجوا للكوميساريه. مشينا لي بوست اللي توقفوا فيهم الطاكسيات حدا المارشي حدا كذا حدا كذا في الليل قدام لي بار قدام قدام الوطيلات، طلقنا الاخبار جميع السيارات، اي طاكسي يدخل الكوميساريه، اي طاكسي يجي لان خفنا يخرج لنا شي مول طاكسي اخر. بقينا تنقلبوا على الطاكسي حتى لقاو الدراري مصوت حدا الواد ذاك الطاكسي الثاني، ولكن السيد باقي تيدور الغوض كما تيقولوا بحال الديب باقي تيدورنا في المدينه. قلنا لموالي الطاكسيات ردوا بالكم في هذا الليل، ردوا بالكم واحد الشخص ها المعلومات ديالو المعلومات، لان المعلومات اللي عطانا الاول عطانا الثاني، راه طويل وعنده واحد الشاكيطه ودير واحد الكاسكيطه، ردوا بالكم راه هاز مع السلاح في تاتونسيون، ما تقربوش ما تمشيوليش مع هذا مع هذا. هنا كان واحد المستملحه، واحد مول الطاكسي راجل كبير الله يرحمه، راجل كبير، وكان عندنا تنعرفوه حنا موالين الطاكسيات وحنا موالين حنا البوليس، وحنا علاقتنا كانت باقا الحمد لله. الطاكسيات مع البوليس ما هما اللي تيبقاو معنا في تنسلموا عليهم، شي سخره تجيبها لقاك في الطريق يهزك، لانه مول الطاكسي فيه 20% ديال التابوليسيت، 20% ديال التابوليس مول الطاكسي، عارف تا هو المدينه وعارف الناس ديالها وعارف الشفاره وعارف مزيان، راه مول الطاكسي تا هو راسو عامر. وكانت عندنا علاقه مبنيه على الامن المتبادل، او المعلومات اللي بغيناهم في شي حاله تتوقع في شي ليله. وبزاف من الطاكسيات علمونا على حالات خطيرين، علمونا تيقول الطاكسي راه جا علم قال اش كاين اش كاين، ومن واجبه من الطاكسي علم، من واجبه رجل الثقه. ما معنى الثقه؟ انه الثقه وهي ينتج عنها الامن، حتى هو تيساعد في الامن ديال البلاد. هنا واحد من الطاكسي الكبار الشيباني بقى تيقول لنا حنا واقفين تنتصنتوا لذاك مول الطاكسي الثاني اللي وقع عليه الواقع، وداك السيد تيقول لنا ويلي على الشباب ويلي، وتعطيو الطاكسيه صاحبي تعطيو له كريمه من ولا وتعطيو البيرمي دو كونفيونس من ولا، اما بو ما نوقف حدايا وجبد عليا الفردي الويل بو يدي حتى الويل عطيته بهادي الفم ياك هو بجنبي الويل اللي نعطيه الفم وناخذ بو داك الفردي ديال بو واحد قرطاسه برجليه، ما خلينا فين دوزنا وما شحال ركبتها ديال الشفاره حتى الويبو تنجيبو للكوميساريه. تعاود لينا سون بالماريس تعاودين على شنو دار في حياته، وديك الليله تيخاصم هذاك الدري ثاني حيت هو شاب، وهذا يا وليدي دير الرياضه الله يرضي عليك، شنو يكون بوه هو راجل وانا راجل، نشد بوه ديك الساعه من جبد عليه الفردي نغفلو قلت بغيتي الفردي بغيتي الفلوس هاك الفلوس صافي يلا سيدي تفرقوا مالين الطاكسيات توكلوا على الله. يلا كاين شي مول الطاكسي تخلوا الطاكسي يركبوا جوج في طاكسي، واحد قدام واحد اللور، وحنا البوليس نديرو حمله على هذا السيد هذا، حمله غنديرو عليه. ايوا قرب الصباح
وصلت شي 5 الصباح وما يعيطوا علينا. قال لك اودي واحد مول الطاكسي حدا السبيطار، ركبنا واحد السبيطار الغابه وراه خدا لي الطاكسي جبد لي فردي وضربو، وراه غير بعد من السبيطار ورماه خداه من وسط السبيطار، وسط السبيطار الغابه، السبيطار الادريسي هو سبيطار الغابه سميتو تنقولي حنا دابا كيما تنسميو حنايا بحال شي واحد تيقول فيه الناس يقول ناعس في الطبيب. الناس ديال الباديه الا قلتي لي شي واحد ناعس في السبيطار تيقول ماشي في السبيطار تيقول ناعس في الطبيب، الطبيب ناعس فيه. هو هاد مول الطاكسي هذا دخل السبيطار في الليل دا شي حد ولقى هاد السيد في السبيطار ديال راسو مريض وركب معاه غير يدورو وجبد عليه الفردي، هذيك حيت جبد عليه الفردي ودار ليه الطاكسي. شكون هو؟ الشيباني اللي كان تيهضر بلابيربالوس اللي كان تيقول ضرب بوه ومشينا ليه مسكين ومضروب وزينا في لامبولونس بنا السبيطار. غدرني ولد الحرام غدرني باش ما تشري الفردي، انا وقفت عطاني العين ولد الحرام غدرني وجاب تبعه ولكن ولد الحرام هبط من الطاكسي وجرني حيدني وطيحني الزنقه وضربني ودار لي فليساتي ودار لي كلشي غدرني. تنقول يا بو شعيب وقلت لها غضربوا بهذه ديك ديالها غضربوا بها وغدرني ولد الحرام. انا زعما كون جبت الفردي وكان شطو ما نفلتوش ولا مسكين هو اللي طيح فيها من الصباح ولا تيعاود. هنا حنايا الحي بالمعقول، ولكن داك ولد الحرام هو اللي بغى يتشد في داك الليل. حتى جاتنا واحد الخبر بان السيد عيطوا لنا سلا مدينه سلا عيطوا لنا حيت حنا درنا برقيه وتنتصلوا بالتليفون واش دخل عندكم شي داروا البراج داروا السد واش دخل عندكم شي طاكسي واش جاي شي طاكسي مقيطر عندكم. عيطوا لنا قال لك اودي راه السيد المعني بالامر راه كاين واحد الطاكسي محطوط ديالكم هنا في سلا صافي دير المعني بالامر راه كاين في سلا راه كاين في سلا. انتقلت واحد الفرقه منا باش تعاون الناس ديال سلا ذاك الليل مشاو تيربعوا الطوموبيل باش يعاونوا سلا لان تبين بان الطاكسي اللي دار الاخر ديال الشيباني راه دا سلا وحطو تما وبقى في سلا هو غير هو علينا مدينه اخرى. انا مشيت لسلا مع الناس اللي مشاو وبدينا تما في تلك الاحياء مشاو معنا الاخوان ديال سلا باش يوريونا من يدوزو هذا وهذوك بقينا خدامين. اش وقع ديك الليله؟ هذاك خلينا نركب واحد الطاكسي وجبد عليه الفردي وداك مول الطاكسي قال لي شد معاه والاخر ضرب قرطاسات جوج وسط الطاكسي باش يحاول يضرب الاخر شاد ليه الفردي واستطاع باش يعيد ليه الفردي وباش يخليه ضاربوه. الهضره اللي قال داك الشيباني خلاه ضربوا داك السيد وضربوا مزيان هبط من الطاكسي وبقى تيضربوا والاخر هبط في واحد الحفاري بقى تيجري والاخر خلى الفردي عنده وبقى الاخر تما تابعوا حتى بانت واحد سياره الشرطه ديزو بقى تيشير عليهم تيقول لهم ها هو هنا في واحد البلاصه فيها الشوك وفيها الربيع وفيها داك الشيء داخل تما وطوقوا ديك الدنيا وشدوه كله دميات. مني جا الدم من داك مول الطاكسي خلاه ضاربوه وقال لهم راه دخل هذا الشوك هذا راه لا داخل ما عنده فين يخرج وداك تيقولوا داري يسبقونا تيقولوا هذاك مول الطاكسي تيجري في ذاك الليل عطاهم الفردي وشدوا واحد العصا وتيدخل في الشوك من هنا ومن هنا تقول غير هنا وشدوه. شوف هاد لابرافور ديال هاد مول الطاكسي، شوف هاد الرجوله ديال هاد مول الطاكسي. جوج قرطاسات تلقوا في الطاكسي هذه شهامه ورجوله ضحى بكل شيء. ومومون شاف السلاح كان يقول لي هكا ويمشي بحالته، لا هو كاين الرجوله اللي فيه. جا داك السيد وفي الصباح كانت واحد شبه حفيله صغيره وحييناه على داك العمل ديالو وديك الرجوله اللي فيه. الحمد لله بقينا فيه لا جروح لا والو. والغريب انه واحد الدري رقيق داك الدري انا شفتوه ماشي شي فورما رقيق، ولكن ماشي الرق هو الراجل وماشي الغلد هو الراجل، ولكن الراجل هو الرجوله اللي فيه الداخل. راه كاين دوزنا حوايج حنا في الخدمه ديالنا ديال شي واحد جاي يسرق طاح في دار واحد قدو كا وخاف منه سرق ليه وطاح في دار واحد كيلعود وخلاه ضربوه. ومن المستملحات واحد النهار واحد سيت في واحد الفيلا ديالو في الصيف جالس في الجردة تيبان ليه واحد الدري صغير قاسي صغير دخل الكراج يسرق. اش دار داك السيد؟ شوف الرجوله كي دايره، مشى الحيط ديال الفيلا ديالو الجردة اللي من اللور دار واحد الصندوق ديال الليمون وقف عليه وبقى تيعيط لواحد جارو العربي الاخر قال لي عتقني الشفار عندي في الكراج. ومن جاي ينزل طاح من داك الصندوق وتلوات ليه رجليه. ومن جاي عرفوا شكون هو واحد الدري صغير بقاو تابعينه شدوا دري صغير قداك بقى تيقول لنا راه صغير ما تعرفاش عنده، هو صغير دري صغير شفار ولكن ابرهوش.
وحاجه اخرى باش قلت لكم ولا كاين غليظ قدو قداش، كان غيمشي عند داك الدري داك الصندوق اللي في يدو يمشي يدخل عليه الكراج. دا دري صغير، هو تيقول لي راه واحد الدري صغير دخل عليا. باش ناقصه الشجاعه، ربما ناقصه الرجوله، ربما خواف. ومراه واحد النهار في الملاح ديال القنيطره، القضيه مشهوره، مشينا لها. مراه راجلها غايب في الصحراء، ومراه بوحدها مع ولادها. واحد الوقت سمعت الباب ديالها تحل، تحتاني تحل، عندها واحد التقيبه في الباب، وداك التقبه منها تدخل صبعها وتجبد واحد القنبه تتحل الباب. ما دارتش واحد الذكرهم خلات هذيك القنبه، سمعت الباب تحل، اذن داك الواحد دخل يدو وجر الباب ودخل. طلت تيبان لها واحد قدو قداش هاد الجنويه وطالع مع الدروج، ما شافهاش ما شافته. هذيك المراه عندها الدروج طالعين ودايرين، هي جات للدوره وقفات في الدوره، هو طالع مع الدروج دار وهي ضرب شدت في الحديدات ديال اللي هما داك الكارد كور اللي شد بجنب الدروج، شدات وضربته بالجهه بجوج، ضربته تزوق مع دوك الدروج بلديين قدام كانوا واقفين، بقى تيدور تحت وبقى طايح. ودخلت للدار وهزت واحد الفراكه وتبعته وبقات تعطيه راسه وهو طايح لان طاح على راسه. وعيطوا لينا في شي 6 الصباح ولا بعد 5 الصباح، ومشينا تنجرو تما ولقينا السيد قداش واحد الشفار ومجبد والمراه واقفه عليه. وقلنا لها كيفاش وقع؟ قالت لك انا سمعته ومن طلعت شفتو طالع مع الدروج، ما لقيت كي ندير، تسنيته في الدوره والمراه والله العظيم كي العود هاد المراه وعندها 4 وليدات. قالت لك تسنيته حتى دار مع الدوره، شو على شجاعه، وزيت رجلي وضربته به بجوج، تفاجئ بها وطيحته من الدروج تحت وما ناضش، وبقيت تنضربه في تينوض. ولقينا داك الشفار شحال قلبنا عليه، شحال قلبنا عليه. راه كيما تنقول مابقاش في غليظ رقيق صحيح كذا كذا، بقات في الرجوله الداخل، بقات في الرجوله. وهذا الراجل كان راجل، وهذا الراجل كان الشهم هذا مول الطاكسي، كيما الاول ديك الشهامه ديال مول الطاكسي الاول ديال الثالث اللي غنقول لكم دابا، هما راكم سمعتوا لها الاخبار ودوفوا وقعات. الراجل مول الطاكسي لقى 17 مليون وشدها وداها للبوليس. 17 مليون، وواحد لقى 5 المليون وشدها وداها للبوليس. 5 المليون ساها السيد في الطاكسي، والسيد واحد ركب 17 مليون دخلها تحته هكا، ومول الطاكسي ما رضيش يبان من دخلات الكوسان، وكانت مسافه طويله هبط نساها. مول الطاكسي رجع بلاصه فين حط السيد ما لقاش، ما قصد غير البوليس. وجا السيد مول الفلوس قال لهم فلوسي، وجا السيد من 5 مليون وقال لهم فلوسي. هنا تنقول على الشهامات، كاين شهامه عند شي موالين الطاكسيات. موالين الطاكسيات تنثقوا فيهم، تنعطيهم ولادنا يركبوا معاهم، بناتنا يركبوا معاهم، عائلاتنا يركبوا معاهم، تيساعدوا الامن. ولا قلنا رخصه ديال الثقه، راه بزاف اللي تساهلوا رخصه الثقه، خصها تسمى رخصه في البدايه ديال الثمانينات 83 84. كان واحد الطبيب شاب وسيم، كانت مدينه وجده، كان هذا الطبيب ديال الطب العام، وكان هذا الطبيب عنده جنسيه الاصل ديال الفرنسيه ومكتسب للجنسيه الجزائريه، وخدام في وجده. عنده كليان كما تيقول، عنده زبناء تيجيو عنده وتيخدم عادي. كانت عنده واحد البنت، وهاد البنت هي اللي كانت انفيرميير معاه، وكانت هاد البنت هي المساعده ديالو، وكانت هاد البنت معروفه عندها واحد الشعبيه في وجده كلشي تعرفها، وكانت بنت لطيفه، وكانت بنت انتيليجونت نبيهه تتفكر مزيان وتتعاون في المهمه ديالو احسن، تعطي واحد المساعده اكبر مساعده تتمد ليه، وهي تجيب ليه الكليان. الناس تعرفوها وتيجيو عندها صافي تيجيو عند الطبيب. هاد البنت هادي واحد النهار جات عندها واحد البنت تتعرفها، قالت لي اختي راه عندي واحد المشكل، وهو انني ما جاتنيش حق الشهر وانا خفت نكون حامله. وقالت لي ودي انا عندي علاقه مع واحد الولد هو اللي سبب لي في هادشي، هو اللي فسد البكره ديالي، وهو اللي يمكن كان حملني. ودابا انا خايفه، دابا واش عند الطبيب عنده شي حل؟ هاد البنت كانت عائله ميسوره، الناس لاباس عليهم بخير عليهم. قالت لها شوفي اللي طلبتي لي نعطيه، واللي قال نعطيه، فلوس موجوده وخا نبيع ذهبي، غير دير لي شي حل، خرج لي شي دواء وشي حاجه، راني بغيت، راني خفت، راني خايف، راني عندي حمل. هاد البنت قالت هاد الطبيب، جلست معاه. الطبيب ماشي اختصاصه، ماشي هو اختصاصي في طب النساء او جينيكولوج كما تسمي الفرنسيه،
طبيب جينيراليست، طب العام. قلت له ودي هاد البنت اش عندها دابا، واش كاين شي حل نديرو ليها؟ قال لها تجي عندي. جات عنده البنت، سولها، تكلم معها، قال لها شحال هادي؟ قالت لها هاد الشهر ما جاتنيش، يمكن داخله في الشهر الثاني، كذا كذا كذا. قال لها ودي بعد ما دار لها واحد الفحص، قال لي حنا ملزمين، انا ملزم باش غادي ندير لك اجهاض، واخا ان الاجهاض ما خصناش نديرو والاجهاض ممنوع، ولكن غندير لك اجهاض على وجه الممرضه ديالي تعرفك وهذا، ولكن الله يعطيك الصحه هادشي يكون بسريه تامه. اتفقوا على هذا الشيء هذا، واتفقت مع الفلوس اللي غتعطيه، وعطاته واحد المبلغ مهم كما تقول المساعده، كما تقول الضحيه. هذه البنت هذه الاقوال ديالها عطاته مبلغ مهم. هنا دار لها اجهاض، ومشات البنت بخير ولا خير. القضيه سكتت، ما سمع احد، ما شاف حد، ومشات البنت. ولكن هذه الممرضه قالت لها ودي واش الا كانت شي بنتك بحال هذه واش نجيبها؟ قال لها جيبيها. بدات تجيب لي بنات، بدات تجيب بنات، او فيما عرضت عليها شي وحده قضيه بحال هذه ديال الحمل او ديال الاجهاض، تجيبوا عن الطبيب، تجيبها عن الطبيب. بداو الاخبار تتسمع من تحتها سريا، تتسمع الاخبار، بداو البنات تلتجؤوا لها اللي هما حاملات وجده في ذاك الوقت. وكما هذا الوقت البنات الوجده عفيفات، العائلات الوجده محافظات. المغرب الشرقي تعرفوا دوك الناس محافظين، بناتهم مربيين، والديهم واعرين، لا بغينا نقولوا باقي الان اخلاقهم عاليه. كان داك الشيء لا وقع تيوقع من التحت وتيوقع مخبي، وكانت شي بنت لا طاح في شي مشكل تجي عند هذيك الانفيرمير، اي بدات مشاوره، شي تعاود شي. تعرف العيالات الا خرجت شي شوافه مزيانه تيولي عندها الكليان، وباش يولوا عندها الكليان تتولي وحده تقول لوحده، وحده تقول لوحده، وحده تقول لوحده، تولي الشوافه عندها الزحام. الطبيب ولاو عنده كاع اللي عندها مشكل تجي عنده. حتى شي مراه الا كانت شي مراه مزوجه وما بغاش تحمل تجي عنده، وتشهرها الطبيب واحد الشهره خفيه، وتشرد ديك المساعده ديال واحد الشهره خفيه، اتصلوا غير فلانه راه دير ودير. واحد النهار جات عندها واحد البنت وقالت لي اختي راني حامله وبغيت تشوف لي مع الطبيب باش يدير لي شي حل. جابت هاد السيده عند الطبيب وقالت لي شوف هاد السيده حتى هي راه عندها مشكل، حتى هي راه حامله. الطبيب شافها وقال لها ودي هاد العمليه شحال وانت حامله؟ قالت لها ودي واحد المده راه غادا في 3 شهور. حنا تنعرفوا، ماشي تنعرفوا في الطب كاين واحد النسبه ديال الوقت اللي يمكن يوقع فيه اجهاض، فوق ذاك الوقت امبوسيبل، ما يمكنش. هاد البنت كان عندها فوق ذاك الوقت اللي ما يمكنش يدير لها اجهاض، ولكن بداك داك الفلوس اللي عرضت عليه، هي تقول عرضت عليه فلوس وذهب، عرضت عليه. وكانوا الناس ديال وجده المغرب الشرقي كما تيعاودوا الناس اللي على بال، كان عندهم ذهب اكثر من الناس ديال الداخل، الحيلي واللبس وهذا، وكان عندهم ذهب. واش كانوا تيدخلوا من السودان او من السنغال او من الجزائر، او كان عندهم اكثر من الداخل، وكانوا مشهورين بداك الشيء. وتلاحظوا هنا الان في العراسات ديالهم، العيالات ديال وجده وديال حفير ديال ديك المنطقه تيتزينوا بزاف بالذهب. هنا قلنا جات ديك البنت وجات معها اختها، جاو عنده وشافها وقال لها ودير العمليه شويه خطيره. واش هو عرفها خطيره نيت، او هو بغى يزيد في الثمن يكبر الثمن؟ ولكن داكشي اللي بغا عطاتو ليه البنت، ودار لها عمليه ومشات البنت في حالتها، وحيد لها واحد الجنين فيه تقريبا 3 شهور، مشات في حالتها. هذيك البنت من ما مشات للدار وقعت لها إيموراجي، سيلان ديال الدم. واحد الليله دوزتها من بعد إيموراجي، ليله خايبه. اختها جات عند ديك المساعده، ديك المساعده كتفرمليه، قالت لها راه اختي راه في خطر،
راه شوق عليها شوق عليها شوق عليها، عندها الموجي ما حبساتش. قالت لها الطبيب، قال لها جيبي هديه. مشات هي وديك المسعفه وجابوها خفيه على العائله، وخرج لها واحد دق لها شي براوات، خرج لها شي دواء، قال لها سيدي دابا كوني هانيه. رجعت للدار، ولكن رجعت للدار لا غدا عاوتاني كاينه ايموراجي. هزت ديك البنت اختها وجابتها وقالت لي اختي شوف حالتها. البنت ضعفت وصفرت واثر عليها داك الشيء وعندها ايموراجي كبيره. هو خاف، قال لها نعيطوا لومبيلونس ديها المستشفى الفارابي اللي كاين في وجده. عيطوا لومبيلونس وجات لومبيلونس سيارة الاسعاف وهزاتها ومشات معها لانفيرميير وداتها للمستشفى الفارابي. وفي المستعجلات قالوا ودي جاتها ايموراجي وصافي، ما قالوش راه عندها اجهاض دارتو عند الطبيب كيما وصاهم الطبيب. هنا الطبيب اللي شافها قال لهم هذه خصها تنعس، حالتها خطيره. نعسات في السبيطار، داروا لها السيروم، بقاو يشوفوا الحاله ديالها كيفاش غتكون. دازت النهار الاول، دازت النهار الثاني، النهار الثالث، وديك المسعفه غدا جايه. حنا ما تنقولش مسعفه، ديك الممرضه ديال الطبيب تخلفت ليا مع مسعفه. نقول لكم علاش تنقول مسعفه. تخلفت ديك البنت ديك الممرضه تمشي وتجي تشوف الحاله ديالها. النهار الثالث مشات لقات خط البنت تما في السبيطار تضرب وتتندب وتتغوت. شافت فيها ديك السيده قالت لها اش كاين؟ قالت لها اختي ماتت، اختي ماتت، اختي ماتت. ديك البنت ماتت. اخرى بقات تثبتها غير على الشيطان غير كذا، دابا غير بلاتي غير بشويه. اخرى والو، اخرى والو ما بغاش تسكت، ما بغات تسكت، تتغوت تقول لها قتلتوا لي اختي، قتلتوا لي اختي. اخرى سلتات وجات عند الطبيب، قالت للطبيب شوف راه السيده راه ماتت. قالت له اختي اش تقول؟ قالت لها راه انا هي ما تقول والو، ولكن شرطني قالت لي قتلت اختي، انا دابا خايفه. قال لي عاودي سيري عندها وهضري معها، قول لها شوفي ما تجبدش قضيه الاجهاض، راه غتولي حتى هي الشرف ديالها غيتمس، تخليها بانها جاي هيموراجي. دابا بنت مات ما تمشي تفضح عائلتها وتفضح ودير وتفعل كذا 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 كذا. رجعت البنت تما بقات عائله ديك البنت جات، ولكن ديك البنت سمعتها تقول غير اختي ميته اختي ميته. جراتها قالت لها شوفي انا غنوصيك واحد الوصايه، غنوصيك ونوصيك عندك تقولي بان دارت اجهاض، راه هذا الشيء ياثر الشرف ديال العائله والشرف ديالها، والبوس غيبقى يقلبوا شكون هذا اللي حملها، وغتولي تمس الدين طلق لك. هيموراجي جات عندنا الطبيب صيفطها، انا قلت لك غتهضر ودير اللي بغيتي. وجات فحالها، ولكن ديك البنت بقات تتددها تقول والله ما نطلق منكم، خليني تنفر اختي وانا معكم وانا غنشوف واش غندير وانا كذا وانا كذا. تهدد فيها ورجعت الطبيب قالت لها ودي هذه غادير لنا شي مصيبه، غدير لنا شي مصيبه. قال لها ما تخميش ما تخافيش، مالك ساكته، ما باكي خايفه، قلت الارض ما تخميش، راه ما تقولهاش والله ما قد يقولوها. هذيك الممرضه خافت على راسها، وعرفت القضيه غتوصل للبوليس حسب ما شافت في لي زيرجونس الناس تما وفي ديك السبيطار العائلات الاخرى والهضره كثيره. مشات عند واحد البوسي تيجيهم من العائله قريب ديالها، مشات عندها قالت له ولدي الله يرحم والديك كان عندي واحد المشكله، واحد البنت رجعت عندنا ودار لها طبيب اجهاض، وخويا مشات للسبيطار ديتها انا براسي ديتها في لومبيلونس مع اختها وراه ماتت، ودابا اختي وقع شي حاجه ولا هذا ولا كذا ولا كذا. داك البوليسي كان راجل بعقلو قال شوف الله يرحم والديك خرج راسك ما تصدح، خرج راسك ما تصدح، هاد القضيه غيكون عندها شي صداع كبير. وانا قال لك العائله تعرف ديك العائله تعرف خوتها راه غادي يطلبوا لوطوبسي ولا شي حاجه وغتوليو هي يلونوها. وثانيا هاد البنت راه ما غتخرجش بلا اوتوبسي من السبيطار، لانه الاوتوبسي يديروا التشريح الطبي يديروه غيعلموا وكيل الملك واحد السيده جات ديالها ايموراجي ماتت غيقول لهم ديروا اوتوبسي. يلا هي معايا عند واحد السيد مسؤول في الشرطه القضائيه ونهضروا معاه ونتكلموا معاه ونشوف واش غيقول لك. هنا مشاو عند واحد السيد كان هو المسؤول الاول على الشرطه القضائيه، مصلحه الشرطه القضائيه مدينه وجده، اللي سميتو السي القندوسي، احمد القندوسي. هاد السي احمد القندوسي كان واحد العميد الشرطه كان معروف في وجده، معروف عند البوليس. بعد اولا كان فرونسيزون وتيدير المحاضر حتى بالفرنساويه، كان انستركتور، كان مدرب، كان تيدرب الضباط والمفتشين اللي معاه العمل. كان الضابط اللي يدير عنده تيخرج ماضي،
كان راجل عنده كفاءه كبيره في القانون، وعنده كفاءه كبيره في الشرطه القضائيه، وكان هذوك الضباط تيبردهم، المفتش اللي يخدموا معاه تيبردهم. وكان رجل صارم، انه كان تيقول ما كانش تيضحك بزاف، وكان رجل عنده واحد الوجه مقبول. وحاجه اللي كانت تتميزه كان انيق، كان تيلبس، كان معروف في وجده بانه لباس، كان تيلبس مزيان. هذا الراجل هذا ما معاش تلاعبات، ومعقول واحد الحد. كما سولت انا السي احمد القندوسي، كان واحد الراجل الله يطول عمره ولا كان باقي، كان واحد الراجل باقي في التاريخ ديال الشرطه ديال مدينه وجده، وباقي في التاريخ ديال الشرطه القضائيه بمدينه وجده، وتعرفوه الناس القدام من البوليس من المواطنين، كما قلنا على الهندام ديالو، على الثقافه ديالو، على الفرونسيزو، الطريقه كيفاش تيهضر الفرنسيه كيفاش. وكان لا يهم احد ولا يخاف من احد، لان ما كانش راجل اللي فيه شي حاجه اللي غادي تخليه يهبط راسه. جات عنده ديك البنت ودخل هذاك البوليسي وشرحت ليه، ولما كان تيطلب من ذاك البوليسي باش يتسنى قدام الباب، وكان هو من عادته الا كان غيتصنت لشي مراه ديما تيحضر المراه توقف معها واحد، اما من عائلتها ولا شي حاجه. وكانت واحد بوليسيه تما عاد تخرجات وعاد مشات تما كمسعفه، ديك الساعه كانوا مسعفات، كانت تتخرج واحد النسبه قليله، تتخرجوا 40 ولا 50 تتفرقوا على المغرب. مسعفات الشرطه ماشي كان مفتشات او ضابطات بحال دابا ولات متساويه مع الراجل، تتخرج حارس امن، تتخرج حارس امن، تتخرج مفتش، تتخرج مفتشه، تتخرج ضابط، تخرج ضابط، عميد اليوم شتو الامور تصوبات. كانت تتسمى مسعفات الشرطه. وهاد مسعفات الشرطه سميتها نادر ابراهيمي. تنحييك نادر ابراهيمي، الان راه مدينه صفرو وراه عميد الشرطه في مدينه صفرو. ما عرفتش واش تقاعدت ولا لا، ولكن من خلال هذا الحوار ديال المسطره اتصلت بالناس د وجده، واتصلت بلاله نادر ابراهيمي، قلت لها قولي لي عاودي لي على واحد القضيه دازت عندكم، اش فيها انا عندي المسطره ديالها، ولكن خصني معلومات اكثر انت اللي عشتيها. هاد نادر ابراهيمي كانت خدمت معها مدينه صفر، خدمت معها. هي امراه ولكن داخلها رجل. كانت هي براسها تهضر معك تقول لك هضر معنا هضره الرجال، خلينا من الهضره ديال العيالات. هي براسها كانت راجل في العمل ديالها، وكانت خدام معايا في الشرطه القضائيه، كانت بوليسيه كامله. ولما كانت مشات يلاه تخرجات ومشات لوجده، وقعت عندها واحد القضيه معروفه تما وجده، ان واحد السيد كان ضربوا القطار. شوف على نوع ديال البوليسيات، واحد السيد كان ضربوا القطار وشتو، وجا واحد السيد بالتشخيص القضائي دار الليقات، هما اللي غيجمع ديك الجثه ويقلبوا على اليدين باش يشوفوا البصمات ويتشتات ديك الجثه، الله يكتب السلامه. وداك السيد واحد الوقت بدا تيرد وسخف، وهي ناضت وسط البوليس وامام رئيس الامن الاقليمي، هما واقفين، ودارت الليقات وجمعت داك الطرف ديك الراجل كامل جمعته وقلبت وجبدات اليدين قلبتهم. شوف الشجاعه اللي كانت عندها، تنحييها من هذا المنبر هذا. وبقات هي خدامه في وجده، خدمت هاد لافير هادي، وبقات خدامه في وجده حتى كان عندها جوج خدمات. كانت تخدم التشخيص القضائي، عزلوها التشخيص القضائي، نهار شافوها تدير داك الشيء عزلوها، قالوا انت تصلحي التشخيص القضائي والجريمه والكادافر والجثث تصلحي. وبقات تخدم حتى في جوج بغال، تمشي في جوج بغال، كانت حدود ما بيننا ما بين هذا الجزائر في الصيف، وهي اللي تتكلف التفتيش ديال النساء وهذا. وكانت لما جات تخدم مع السي القندوسي احمد، تخدم معاه نفعاته، لان كانت هي الوحيده تما نفعاته، ولا فين ما تيبغي يتصنت لشي مراه خصو يحضرها. هو لما سمع هذا الخبر هذه، وكانت جالسه ابراهيمي ناديه مع السيده اللي تتشكي على ديك الممرضه، تتعاود تقول ودي انا يا سيدي خدامه معاه وانا كذا وكذا وكذا، وعطي القصه كيفاش وقع ديك البنت. وهو يسولها قال لها واش عمركم درتوا شي اجهاض اخر؟ قالت يا سيدي ايه، واحد العدد ديال الاجهاضات اللي دار. قال لها واش اللي تيجيو ديال الاجهاض تتقيدوهم عندكم؟ قالت لي تنقيدوهم ولكن ما تنديروش اجهاض، تنديروا عندهم صارن، عنده كذا. قال له النهايات اللي داروا عندكم الاجهاض تعرفيهم؟ قالت لهم تعرفهم وحده كلهم تعرفهم. قال له ما كاين باس. خلى ديك السيده تما ومشى هو واحد مساعدين ديالو جوج البوليس، ومشاو عند ذاك الطبيب، دخلوا عنده. اولا
دخلوا عنده سلم عليه، تيعرفوه لاباس بخير صحه لاباس كذا كذا. قال لي ودي واش خرجتي هاد الايام لفرنسا؟ هو هذاك الطبيب كان غادي يجي لفرنسا، كانت عنده واحد الخليله ديالو كما تيقولوا في فرنسا، هي تجي مره هو تيمشي مره، ولكن كاين عدد عنده عده سفريات تيديروا في العام ما بين فرنسا والمغرب، ديما شهرين 3 شهور يمشي لفرنسا ورجع، يمشي فرنسا ورجع، مع ان عائلته كانت عايشه في وجده، وحتى هي كانوا تعرف عائله جنسيه فرنسيه وعندهم جنسيه ثانيه جزائريه، كانوا عايشين تما في المغرب، كانوا تنتقلوا. مشى عنده وقال ليه واش انتقلتي هاد الايام لفرنسا؟ قال لي ايه. قال لي شحال هادي؟ قال لي واحد الشهرين. طلعتي الباسبور ديالك وطلعتي كذا وخرجتي بالمطار؟ قال لي عندنا واحد المشكل صغير. قال لي عطيني الباسبور ديالك. خدي الباسبور. قال لي ودير عندنا واحد البحث وقع، شي غلط وقع في شرطه الحدود، وعندنا واحد العدد ديال الباسبورات غنشوفوهم ونراقبوهم، منهم الباسبور ديالك. قال لي ها هو، عطى الباسبور ديالو، خرج في حالته. اي انه ما بغاش يبدي ليه بالقضيه ديال الجريمه اللي هو متهم بها، داز ديال الباسبور باش ما يخرجش يبقى تحت يديه. هنا انتقل السي القندوسي ومعاه جوج البوليس، ودا معاه ناديه الابراهيمي، وانتقلوا للسبيطار الفارابي، مستشفى الفارابي. لقاو جثه كاينه تما باقا في لامورغ، وطلب هو من جديد السيد وكيل الملك بعد اتصالي به باش تكون عليها تشريح، وقال لها ودير واحد القضيه اش فيها واحد السيده راه عندنا جات قالت لنا هذا الشيء. وكيل الملك قال له ودير حنا طلبنا تشريح عليها، واخا حنا ما فرصنا والو، طلبنا تشريح. انا طلبت تشريح، وقع تشريح، وتبين بان البنت تعرضت للاجهاض، وبان الاجهاض كان في واحد الوقت اللي ما خصوش يكون. وهنا رجعوا عن الطبيب الممرضه جوج البوليس السي احمد القندوسي. رجعوا عن الطبيب، قالوا الطبيب واحد البنت جات عندك هنا هاد الايام، ما هضروش قالوا لي الممرضه قالت، تهضروا معاه الممرضه واقفه، جات عندك ودارت واحد العمليه، درتي العمليه اجهاض، ومشيت وقع لها مشكل، وصيفطتيها في لومبيلونس معك هاد الممرضه هادي، هي والممرضه اختها صيفطوها في لومبيلونس جيتها للسبيطار وكذا وكذا. قال لهم لا، انا جات عندي عندها ليموراجي، فيها ايموراجي، ولكن ليموراجي كانت كثيره، صيفطتها للسبيطار، انا ما درتش اجهاض. قالوا لي بون، اللي تعطينا الريجستر اللي عندك. جبد لي واحد الريجستر اللي كاينين، قال الممرضه جبد لي الريجستر، الممرضه جبدت لي الريجستر، وكلف ديك البوليسيه تما في المكتب ديالو، قال لها دوزي لك الريجستر كلهم، دوزيهم انت وياها، انت وهاد السيده هادي. بقاو تيدوزو الريجستر بوحدو داخل مع بوليسي، وهو جالس مع الطبيب في مكتب اخر، تيدوزو وتيجبدو الاسماء. جبدو تقريبا شي 22 اسم اللي جبدات ديك السيده ديك الممرضه، تقول لي هذه قيدها، هذه قيدها، هذه قيدها، هذه قيدها. السيده خافت راسها، قالت نقول لي كل شيء احسن من نبقى غادا مع السيد الحبس، ولكن حتى هي طرف، لان هي النهار الاول جات لي وحده من اجل الاجهاض. بقاو تيجبدوا الاسماء، تاع حطات الاسماء كامله، وخداو دوك الريجستر كلهم داوهم، وطلبوا من الطبيب بانه يلتحق بهم في السلطه القضائيه، بانه ماشي بحال التلبس، وما يمكنش ديك الساعه يديروا لي الموت ويقول لي الله معنا. داو الممرضه باش يديروا المحضر، باش دير واحد المحضر كبير وتقول فيه بانه سبق لينا درنا هذيك البنت اجهاض، وهاد البنات اللي عطيتكم الاسماء ديالهم اللي هما في هذا الريجستر كلهم داروا الاجهاض، ويتعلق الامر بالمسمات فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، والذي عرفوا مع حق المعرفه، واللي جاوا عندي انا وجدتهم ليه. اعتراف التام. لما داروا هاد الاجراءات الاولى خبروا وكيل الملك، عاود قال وكيل الملك دابا غنمشيو باش نلقاو القبض على المعني بالامر، باش يدوزوا بطريقه قانونيه، لان السي احمد القندوسي عنده طريقه قانونيه في العمل، لانه عنده الان ما يثبت، عنده جثه، عنده المحضر ديال ديك السيده، عنده واحد العدد ديال البنات اللي غيتم الاستدعاء ديالهم. مشاو عند الطبيب، لقاو واحد المراه تما تخدم عنده فام دو بين، غير تتشطب وتتشفف وداك الشيء. قال لهم ودي راه جا وهز الحوايج ديالو ومشى في حالته. اش هز واحد الكومبري، هز واحد الحاجه مشى. هنا كلف السي احمد القندوسي، كلف واحد انسبكتور مع ابراهيمي، قال لي غادي تجلسوا مع ابراهيمي ناديه، غادي تجلسوا هنا ما تخرجوش، حنا غادي نمشيو نقلبوا عليه،
حنا عارفين السكنه ديالو. خاص القندوسي يقلب باش يجي يشوفوا فين مشى. بقات ناديه مع ديك المراه تهضر مع ديك المراه، والناديه كانت بوليسيه تهضر معاها، وبقات تدور تما بديك الجرده هي وياها. واحد الوقت شافت واحد الكلب شافته ناديه، قالت لها الكلب هذا ديالو، قالت لها ديالو، ولكن هذا راه ما تينباع ما والو، هذا الكلب ما تينباعش وخطير. قالت لها شكون الكلب؟ قالت لها انا نكلفها به وتنقرب ليه. واش توكليه؟ اش تعطيوه العظام تما وداك الشيء؟ قالت لها تنجيب لي العظام من الزنقه الماكلوتي، وبعض المرات تعطيني الطيب داك الشيء ديال العيالات وداك الشيء تولي طيبين ونعطيهم ليه. قالت لي هاتي داك الشيء اللي تيدير ديال العيالات بعض المرات تيقول لي هاكي طيبيهم ليه. ناديه قالت لها الهضره، شافت واحد الكاسرونه تما محطوطه تيكون فيها الكلب، شافت واحد العظام مشبوهين، عظام مشبوهين. قالت لها شنو هما هادو؟ شاد العظام هنايا عظيمات صغيورين. قالت لها هادو الدجاج؟ قالت لها لا، هذا راه شي وحده كنحيد ليها بنادم، حيدها بنادم هانتي اختي كامل، بنادم كامل هانتي. شوفي كي داير سبحان الله العظيم. راه تيقول لها سرقيهم عطيهم ليه، كاع الحوايج تيهبط ليا مره. قالت لها ما تنبغيش، ولكن هو تيقول لها سرقيهم عطيهم ليه. شوف ربي من تيبغي يحصل الواحد في ذاك المصيبه واقعه، هو يلاه جهد بنت من بعد البنت اللي ماتت، جهدها هو جات عنده وخدا داك الجنين داكشي ديالها وعطاه هذيك المراه، تيقول لها سرقي وعطيهم ليه. هذا الشيء تيسمعز منه القلب، ولكن هذه هي القصه الواقع ديالها. ناديه قالت لها تيعطيك هادشي؟ قالت لها يعطيني، راه ديك الثلاجه فيها شي حاجه عاوتاني شي طريفات وشي حاجه. هما قلبت في واحد الثلاجه تما لقات شي طريفات تما محطوطين، تيقول لها ما تعطيهم لي، تنقول لهم لك انا متلجين حاطينهم. علاش تيخليهم متلجين؟ ما عرفت، تيبقى كيشوفوا بعض المرات يقول عطيهم لي دابا، عاوتاني تيرجع لهم يطلعهم ويهبطهم. واش كان تيبقى يدير شي تحاليل بغى يتعلم؟ واش بقى شنو بغى يدير بداك الشيء هذاك؟ ناضت ناديه حزات داك الشيء هذاك واتصلت بسي القندوسي، قالت له ودي عندنا شي حاجه غريبه اجي عندي. سي القندوسي خلى الاخوان تيقلبوا على هذاك، ما لقاوش في دارهم، تيقلبوا في المدينه ورجع. قالت لي شوف هذه القضيه هذه، عاود سول هو ديك السيده، قالت لي ايه هذا الشيء تيعطيه ليا هو، وهذاك اللي ذاك البنيه هي ولا وليد شوف كي دايرين صغيور عنده 3 شهور صغيور. قالت لي تنسرقهم تعطيهم لهذا الكلب، وتقول نادي ذاك الكلب بحال جاهل لانه ما تينباعش، ولكن تيتاكل من تيقربوا ليه بالسلسله وتيضرب خطير. خافوا منه ذاك الكلب. واحد الكلب ماشي كلب عادي، لان دوك الكلاب المهجنين اللي هما ممنوعين. جمعوا داك الشيء وشدوا ديك السيده وداوها معاهم للشرطه القضائيه لابيجي وحطها تما وخرجت تقلب. خرجوا تيقلبوا على داك السيد فيما كان عندهم حجج ثابته، وعرفوا بانه مشى احفير عند واحد خالو. احفير من اقرب النقاط اللي بيننا بين الحدود ديال الجزائر، فهموا هما بانه لا مشى تما راه غادي يهربوه. مشاو ديك بسرعه، مشاو لاحفير ولقاو عند خالو تيوجد باش يهرب، باش يدوز على الجزائر يهرب، ولقاو عليه القبض وجابوه. هنا عرضوا عليه داك الشيء كامل، ما لقى ما يقول، ولكن بداو تيعيطوا على البنات اللي فايتين تعرضوا للاجهاض. البنات بقاو تيعرضوهم هذا الشيء، داروا واحد ضجه في وجده، ولاو الناس غاديين حدا السبيطار شوفوا البنت اللي ميته وباقا في لامورغ، ولاو الناس مجمعين قدام العائله ديك اللي ماتت، ولاو الناس تيجيو العائلات ديال دوك البنات اللي استدعوهم، والقضيه دارت بوم وجدامه مولفينش بهذا الشيء. دوك البنات من جابوهم هبطوا العائلات ديالهم، ولات واحد ضجه في مدينه وجده. اللي مكلب بها هو احمد القندوسي قاد بشغله لا مع النيابه العامه ولا مع المواطنين ولا كذا، شاد واحد الكيب ديالو خدام في هذه القضيه تيتصنتوا البنات. ولكن التصنت ديالهم هنا وقع شكون اللي حملك، كاين اللي ربحت ولا شكون اللي حملها وجابوه، كاين اللي خسرت بقات ناكره تقول لا ما كنتش هذا ما هذا. كانت من الناس اللي كانوا منوضين ضجه في الكوميساريه هي مد داك الطبيب، تيقولوا بانها كانت السب والقذف وكذا، وهذا اللي فكرني في هذه الام ديال كيفاش كانت تدير. هو راجل ناديه السي عبد النبي صاحبي اللي هو عميد الشرطه عبد النبي الدوقي، اللي هو راجلها، راجل ناديه ما كنا نعرفوا في هذا الموضوع بحضوره. قال لها قولي على واحد القضيه على مو اش دارت. قال لك مو كانت قبيحه وتتسب وتشتم، ولكن سي القندوسي تيقول لي هذه واش نعتقلوها؟ تقول لها خليها راه مو هذيك راه عرفات فين غادي، راه مو غيخليوها فين غادي.
لان دخلها بذاك الباب ديال بحال تنقولوا تمشيو عند شي مراه نقول لها ولدك واش كاين هنا مجرم، يقول لنا ما كاين شيء. لما تندخلوا تلقاو ما تندير لها والو، لان امو العاطفه ما كانش تقول لها يلاه كذبتي علينا، ولا با الا كذبتي علينا. امو عندها حق تقول ما كاينش ولدي لان كبتها، حتى هذيك باغا كبتها وبقات تتسب وتتعاير وتتهدد، وانا غندير وغادي نمشي للسفاره ونمشي لفرنسا وغندير. ولكن السي قندوسي يقول ما ديروا معاه والو، خليوها تطيب على خاطر امو وعرفاتو اش دير وعرفاتو حاصل. هنا تكملت المسطره، كملت المسطره ديال واحد الفاجعه عمر وجده ما شافتك بحال هادشي، وعمر الناس وجدها وقع، وتغيرت الحاله، تغيرت في وجدها. الناس على بناتهم وهذا، وتيجا الاطباء وكتت الهضره، وبحال بدا الناس فين غادا في كنتي جلسي، بداو الناس تيزيروا عاوتاني بناتهم من جهه اخرى، انهم تفاجئوا شي حاجه عمرهم ما شافوها، وحشموا الناس من هذه الافير هذه. وتقدم للعداله، تقدم هو والممرضه ديالو وديك المراه اللي كانت تعطي داك الشيء للكلب. هو تحكم 20 عام، الممرضه تحكمت 20 عام. هنا غنقولوا والممرضه مسكينه هي اللي مشات قالت كل شيء، ولكن الممرضه هي اللي جابت الناس. الا غنقول الممرضه هي اللي مشات طحناتو ولا كواتو هذا، مشات لان خافت على راسها، لانها كاين الفعل الارادي واللا ارادي. الفعل الارادي هي اللي كنت غندير شي جريمه وقلت الله يلعن الشيطان حصل اللور، ارادي. لا ارادي هو انه كنت غندير واحد الجريمه، شفت البوليس جايين ورصيت. لا ارادي، البوليس هما يوقفوني، البوليس يوقفها. هاد البنت هاد الفعل لا ارادي كانت، كل ما حصلت هاد البنت ما ماتش غتبقى تجيب البنات يشهدوا. هي سبب الروينه في الاخر. حتى في المواجهه معاه تقول هذه هي اللي جابت لي البنت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، هي اللي كانت تتسمسر، هي اللي كانت تمشي تجيب البنات، هي اللي شجعتها لهذا العمل هذا. تحكمت هي ب 20 عام. المساهم والمشارك تتعاقب نفس العقوبه تتعاقب بها الفاعل الاصلي. المساهم والمشارك نفس العقوبه 20 عام. وديك المراه تحكمت 3 شهور، كان خصو يعطوها 6 شهور عدم الاخبار. تحكمت 3 شهور. غتقول ما عرفاش تيعطيني تنعطي الكلب، انا تيعطيني تنعطي الكلب، عندك عدم الاخبار. القانون اللي يحمي المغفل ماشي شغلنا. وحتى واحد ما يقول انا ما يقول لا يعتذر احد من جرير القانون. حتى واحد ما يقول انا ما فراسيش، انا ما فراسيش وانا ما يصحابنيش. لا، غاب مع راسك مع افكارك. شوفي كاع من ناحيه الشرع والدين. انت تبغي داك الدري الصغير تسلقيه، داك المدغه اللي باقي مدغه، يلاه بانوا العظيمات، ويلاه كيما تقول لنا قال لك واحد اللي لقاو تما، يلاه ديالنا تما في القطر، يلاه عنده عظيمات وعنده كذا كذا، تشديهم انت وتعطيهم الكلب. تحمل 3 شهور ورحموها، تحمل 3 شهور ان اميه وكذا وكذا، رحمتها. خويا خداو 20 عام 20 عام. كانت توقعت في وجده اللي الان باقي الناس يهضروا عليها، والناس اتصلوا بي لانه واحد خيل عاود القصه ما عرفش يعاودها، خربقها وصافي ماشي شغلي فيه. الناس عاودوا قال لك اودي عافاك صلاح، ولكن انا ما مشيت انا نقلب على مسطره ونقول مشيت تنسول والحمد لله وصلت للنادي ديال ابراهيم تعرفها. وتفاجات لان هي كانت تم، ومشيت للدوقي بصاحبي اللي هو تنعرفه، وكنت نقول لي واحد القضيه خدمتي فيها ابراهيم، قالت لي قضيه هي عارفه اش كاين، اش كاين، لو كان مسطره فيها كنت تقول لي هذه. درنا مسطره، ماشي صوبنا مسطره، عاودنا المسطره اللي هي واقفه على الصح. تنحييك السي احمد القندوسي على ماشي غير على هذه المسطره، على كيفاش كنتي في ديك المدينه، وبزاف الناس اللي عندهم امبال ماريس، بزاف البوليس اللي خلاو بصمات بعد المدن، بصمات لن تمحى. وانا هنا في كونيطره كاين بعض الناس يعاودوا لي على بوليس باقي الان تنذكرهم في القهاوي، وبا فلان وبا فلان والسي فلان والسي فلان والسي فلان والسي فلان. كانوا البوليس خلاو بصمه. تنقول هذا البوليس اليوم رجال الدرك، خليوا واحد البصمه في المدن انتم فيها، في الكوميساريه اللي خدمتوا فيها، في لابيجي انتم فيها، خلوا شي بصمه كبيره. المواطنين هما تيحكموا عليك، المواطنين هما تيقولوا شوف كيفاش كان، المواطنين هما الحكم. ولما تي المواطن تحكموا كنتي مزيان تيبقى عندك تاريخ، ولما كنتي خايب تيكون عندك تاريخ ديالك تتشوه. انا ما تنقولش الواحد يكون مزيان يخلي التسيب ويخلي المجرم ويميك ويدير عيميك، لا، هو يخدم بحقيه ويخدم بحكامه ويخدم بمعقول وثبات، كما كان هذا السيد اللي هي افير كبيره وما غلباتوش، افير كبيره. انا تعرف بالضبط السلطه القضيه تعرفوا، الناس يعرفوا في القانون، راه تعرفوا ان القضيه ماشي صغيره هذه.
بدا تجيب واحد القضيه وتجيب طبيب بطريقه ديال الجمع ديال الناس اللي كانوا وكيفاش خدمتي ما خليتيش يهرب، خديت الباسبور ودار عليه سد عليه الحدود باش ما يخرجش، وكيفاش مشى تاع حفير بحال في ديك الليله ومشاو جابوه. القضيه تتبان صغيره هي كبيره، ولكن طلبت الوقت والعمل والصرامه. وجاو ناس تدخلت هذاك الطبيب، وجاو ناس يطلبوه، وجاو ناس دخلوا على البنات اللي هما بانوا، ولكن سلق النفس حتى واحد ما استطاع باش يدفعوا او يزيغ على السبيل ديالو كما تيقول الناس. بقى كاع تيقول غير لا، القانون هو اللي غينفع. هنا بقينا واحد نسولوا عليه هو الكلب. واحد النهار واحد السيد قال في هذه القضيه هذه مستملحات، قال هو الكلب ذاك الكلب ما حاكموهش، خصهم يحاكموه في الخارج، تيحاكموا الكلاب في الخارج. ضحكتني هذه المقوله هذه، ان الكلب اللي خصو يحاكموه في محكمه الكلاب. يبقى يهضروا مع كلب، تيهضر مع هاب هاب هاب، تقول اخو لا هاب هاب هاب، لا هاب هاب هاب، نوض محامي تيقول هاب هاب. حد ما يبقاش بعض المرات غير يقول شي حاجه يدير. لكن ما يتحكمش. الكلب الدولي هو المستودع البلدي، والدول المستودع البلدي ان ممثل الطبيب ما بغاتوش، عرضوا له قال له واش غدي هذا الكلب؟ الكلب بريء، واش غدي؟ قالت لي ما نديش يعضني. ولاحظوا بان ذاك الكلب داو ليه الكمامه غير بزز، لانه اللي تيخاف يبغي يعضو. الكلب كان بحال الاحمق، الا تعرف ذاك الطبيب تعرف ديك المراه وما تينبحش وتيبغي يعض. وداو المستودع البلدي. واش وقع في المستودع البلدي؟ خلاوه تما، تيقولوا ربما هذا الكلب شوفوا مالو، خلاوه وتعطيوه الماكله 3 ايام ما تياكلش، ما كلاش. علاش ما كلاش؟ واش السيده ما كايناش تقدم ليه الماكله ملفه، واللي تيخلي اللي تيبغي يعضو وتيعسوا عليه دوك الناس المستودع تيقولوا بانه ما كلاش حتى اصبح ميت. واحد السيد تقاعد من العمل ديالو، وراجل كان رجل ناشط، وراجل يقول لي كيما تيقولوا راجل تيبغي يخدم، وقد قاعد ما قالش شيء. دار واحد تيلي بوتيك، بدا تيبيع فيها لي كارت بورطابلات، ودار واحد التليفون فيكس برا تيستعملوه الناس، ودار واحد الصبانه. رجل ولا ميسور ولا لاباس عليه في واحد الحي الشعبي، ولكن سامارش مزيان. كان داك الوقيت يلاه ديما راهو لي تيلي بوتيك، ويلاه ديما راهو التليفونات بورطابل ولي كارت ديال التليفون ديال الروشارج، وغادي مزيان. هو عنده بنت وولد ومجوج، مرتو تتعاونوا في المصبانه تتهبط. عنده الخدامه ديال المصبانه اللي خدامين، مرتو مقابله المصبانه، هو مقابل تيلي بوتيك. واحد ولدو تيقرا، هذاك ولدو تيقرا البرنامج ديالو محصور في القرايه والسبور، تيمشي لاصال. واحد بنت خرجت من القرايه وما ردوش ليها البال، اي ما هبطوهاش تخدم في التيلي بوتيك، ما هبطوهاش تخدم في المصبانه، خلاوها ما بين هادي وهادي، ولقات حريتها مع والدها مشغولين، ولقات حريتها وها هي مع الصحابات، انا غدا هنا، انا جاي، انا كذا. اللي غادي ينبهها واللي غادي يزيرها ويقول لها جلسي عاونينا ما كاين شيء. ما تعلمت الطياب بقاد كما تيقولوا الناس، ما تعلمت تشقى مزيان، ما تعلمت التجاره مع باها. وديك البنت خارجه انا جايه انا مع البنت، انا مع صاحبتي، انا كذا، ويتصاحب مع واحد خينا. البنت كانوا في دير فلوس، تتوصل الفلوس تعطيها باها، تثق فيها باها، تهز ليه من المجر ديال التيلي بوتيك، تهز ليه من المجر ديال المصبانه. وتعرفت بان عندها فليسات. تعرف معها واحد خينا، واحد الشاب. البنت كانت عندها تقريبا شي 20 عام، وهو عنده 24 عام. تعرف عليها، هو غير ولد بن اكس والو فضي، مع دوك صحاب الدريات وبورطابل وكذا، شي حاجه والو. بدات يخرج هو وياها، بدات هي تتكلف، هي تخلص القهوه، هي تخلص هذا، تخلص كاس كروط، حيت هي عندها فلوس، هو ما عندوش فلوس، وما تيخدم ما تيردم. هو الله تيمشط راسو تيدقاد صوب داك الشعير والصلاه على النبي. حتى واحد ما سقى اخبار العلاقه ديالو معاه، وهو مشى معاه بزاف علاقه، ولا تتبغيه ديك البنت،
هو بدا تيخدم هذيك الساعه. ما غدا غادي تجي، جيب معك 100 درهم باغيها تجيبها ليه، غدا غتجي جيب معك واحد 50 درهم. يمشيو للباتيسري، يمشيو للقهوه، هي تتخلص، هي بنت راجل ميسور عندهم تيلي بوتيك وعندهم الصبانه والوطريطي. والاخر واحد عائله فقيره مساكن الله يحسن العوان ما عنده شيء، ولكن لقى ديك البنت فيها كل شيء. واحد النهار كان جا الصيف وبدا تيهضر هو وياها وقال لها وكنا عندنا الفلوس نمشيو ندوزو شي اسبوع في الشمال. مشاو الدراري، مشى فلان مع فلانه، مشى فلان مع فلانه، ديباني لقينا شي داركم نمشيو نتبحروا ونمشيو كذا. هي ما خمات لا العاقبه ديال داكشي، ما خمات الغياب اللي غتغيب اسبوع معاه، او ما هو الدنيا هو من ناحيه عيطو الدنيا هانيه مشيتها 50 اسبوع، ما خمات شيء. وقالت لي انا غادي ندبر. اشنو دبرات؟ مشات لواحد الخاتم ديال امها ديال الذهب تيدير 800,000 فرانك، 800,000 فرانك باش شراتهم لها. هاد القصه نعطيكم التفصيل لان هاد القصه حكاها لي العميد اللي خدمها بالشهود المساعد ديالو اللي خدم معاه. تنحيي من هذا المنبر السي بودي الحميد، وتنحيي نور الدين الملقب عويطه، كنا سمينا عويطه حيت كان تيتحرك بزاف، اللي حميدي نور الدين. تنحييك من هذا المنبر. وكان دعامه ديالي هذا السيد في الشرطه القضائيه في قسم الابحاث، كان دعامه ديالي وكان المساعد ديالي، وما عمري ننساه انه كان رجل كابابل كما تنقولوا، وكان بيجيست. وهو اللي طلع هذه القضيه هذه، هو اللي حميدي، مع انه كان مع بودير. علاش تنجبد هاد الشهود في بعض القضايا؟ باش نكونوا عافاك، باش اولا ردوا من الاعتبار ديالهم، ما نقولش انا اللي درت ولا لا بيجي درت، رد الاعتبار ديالهم. لان هنا تنقول واحد النقطه اخرى، وتنقولها للمسؤولين ديال المديريه العامه للامن الوطني ولا الدرك الملكي. لما تطيح واحد الجريمه قتل او سرقه او مخدرات وتوصلوا الناس للجنات وعرفوا شكون هما، خص رئيس الشرطه القضائيه ولا رئيس الفرقه القضائيه ديال الدرك الملكي يقول شكون هو البوليسي اللي استطاع يطلع لافير. ماشي خبر المديريه العامه للامن الوطني نقول اليوم واحد لافير ديال الموت وقع فيها خير تقتل وكذا وكذا ورحنا بحثنا وحنا بحثنا. لا، يكتب كما تيديروا في فرنسا الامريكان تيديروا، او سولت انا كتب بان الشرطي فلان هو اللي قام بعمليه كذا وتوصل للبحث وتوصل للمجرم، هو مع بمساعده اخوان، لكن هو اللي توصل. تعرفنا ناس طلعوا دي زافير كبار، ولكن حتى واحد ما قال لهم ما عندي ما سالك ولا شكرا. يلا تيقولها للمعلم اللي حداه، خصها تقولها للمدير العام الوطني ودير برقيه وتوزع في جميع المصالح ديالها. نخبركم بان الضابط فلان العميد فلان كذا كذا قام بواحد القضيه كبيره، هو اللي توصل بعد البحث وتعميق البحث ودار وصل لهذا الشيء هذا، باش تنشجعوا البيرسونيل ديالنا ويزيدوا الناس يخدموا. ولكن واحد يضرب فيها تمر تيقلب عليها وفي الاخر تسمى كلشي يخدم فيها. يقول لك حتى حنا خدونا معاه. لا، شكون اللي بحث، شكون اللي مشى في الليل تيضرب وتبرم وتسول لنا هنا كما دار السيدي حميدي في هذه القضيه هذه. وانا نجيكم الهضره. البنت جابت الخاتم، جابته ليه، جابته للصاحب ديالها اللي هضرنا عليه، شد داك الخاتم مشى باعو له واحد هايبي وهي معاه قال لي راه ديالها وراه الريسيب طاح لينا وكذا وكذا. الاخر تا هو بان ليه الدريه البنيه نقيه وداك الشيء، قال لي يمكن ديالها، وارتكب جريمه ديال شراء مسروق. شرا من عندهم شحال؟ 60,000 ريال، 3000 درهم، من 800,000 فرانك 60,000 ريال، 500,000 فرانك طارت. مشاو شدوا ديك 3000 درهم وشدوا الطريق وهزت المايو ديالها وهزوها كذا. الله والشمال. مشاو تما دبروا في واحد في النعسو وبداو تيتسالاو تما في البحر وتيجري وكذا وكذا. شرب العسل قبل وقته. وبديك الليالي وبديك الاسبوع افتض بكرتها، جات معاه عازبه وجات معاه تيب،
والناس تعرفوا الفصحى راهم تعرفوا معنى التيب ومعنى العازبه. البنت تكون عازبه لما تدوز لواحد المرحله اخرى باش تنقولوا ولات مراه ولات تيب، وجابها لدارهم. لما جابها لدارهم فيك انت ما فيك انت، كنت مع صحاباتي وصحاباتي مشاو رحله ما تتخرجش نخرج في رحله، انا غمزيرني انا غمكتفيني انا غكذا انا كذا. الاب تيغوت، الام تطفي شويه العافيه، ولا قولها لينا ونصيفطوك مشيتي مع صحاباتك شنو مع مشيتي مع الزهره ومع فلانه مع فلانه، قولها لينا يكون كذا كذا. ولكن باها ما تسطرش ليه، حيت الام بعض المرات تدافع على البنت وخا تكون حامل تلقى تدافع عليها وتخبيها. شحال من بنت دافعت عليها امها وهي حامل ووسط الدار تدور كسوه فضفاضه باش ما يعرفوهاش، وتتذكر مع امها وتتمشي وتتولد وتولدوها مساق الابلاغ. لا يقد يعرفها راه دخلت للكلينيك وتقول لي البنت راه طاحت لنا البارح في الليل شدت لنا في التنفس خليك خصها تبقى عندنا هنايا وهي راه عندها حمل. هنا ما تيكونش التفاهم ما بين الاب والام على الاولاد، ما تيعاودوش البعضيات مع الاولاد، خص ما تكونش واحد السريه ما بين الاب والام على اولادهم، ما تكونش. نهضر مع راجلي على الولد لقيت عنده راه شفتو البارح راه كذا راه كذا راه تيكمي راه تيدير، شكون ماشي بقاو قال لك الهضره ديال العاميه وديال الاميه. انا با ساق الاخبار قتلها اختي ما قدرتش نقولها لبا، ما نقولهاش ليه يذبحها، لا ساق خبر يذبحها اش غيذبح؟ ما شتو الذبيحه غا خدامه ذبح الناس راه فاقت من القلب اليوم واش غيذبح؟ قد يضربها يقد كذا كذا، تيقولوا باها واعر لا خوتها واعرين خوتها كذا كذا، وتيبقاو ساترين الجريمه تكون ضحيتها هذيك البنت ولا ذاك الولد. وهذا الشيء اش وقع؟ باها ما بغاش تسترط ليه، هو يدي عند الطبيب، ادى عند الطبيب لقاوها تيب، لقاوها ماشي عزبه. قالوا لها شكون؟ قال لها شكون؟ قالت لهم فلان. مشى باها امها ومشاو عند داك المسخوط ودخلوا عنده مع عائلته وقال لهم ولدكم دار دخلنا عندهم حتى هما الحل. قال لها سيدي شوف الا دار لي هذا الشيء واعترف ها هو تسمع فيكم، هذا والديه يتزوج بها، يدير مكانته يتزوج بها، صافي يتزوج بها. الام ديالها قالت لي يتزوج بها، وباها تا وكلا مخو قال لي واخا سيدي كان الحلال يتزوج بها بالحلال، اما الولد ما عنده ما يديروا فين غيديوه؟ يديوه الحبس، يديوه يخرج، يديوه كذا كذا يتزوج بها ما عنده دار ما عنده خدمه ما عنده حتى حاجه يتزوج بها، وما يديروا مكاريط وما يزوجون بها صافي. وقلت واحد النهار عند السيد المتقاعد جاو عائلته جاو هما داروا الدجاج 3 في الماعون ولا 4 في الماعون، ايوا اريوا الماس اري كوكا ومجلسين هي حداه صلاة سلام رسول الله وصافي وتسمى زواج. ومن سالاو ديك الحفيله اللي داروا مشى لدارهم، هو ما غيديرها مشى لدارهم وبقى هو عايش في دارهم وهي عايشه في دارهم وتيجي بعض المرات يديها لدارهم، بعض المرات تيتعشى معاهم وتيبات عندهم هما في الدار، ولكن شي دار عندهم بجوج ما كايناش شي بيت كاريين عايشين فيه بجوج، ما كاينش، هي في دارهم وهو في دارهم، ومراتو خارجه معاه ومراتو جايه معاه صلاه على النبي. امها ولات تعطيها من تحتها لان تقول راه ما خدامش، وباها ما طاحش عليه فكره يقول لها اجي قابل لي هاد النصبانه هنايا ولا قابل التليبوتيك يشوف لي شي بريكول تيتسناو غيخدم حكا راه بنت عمو ديك فاطمه راه دات معها باش غادي ان شاء الله تصيفط لي الكونطرا من اسبانيا، هذا دابا راه صوب الباسبور خصو غير باش كذا بحال هاد الهضورات الخاويه اللي تنسمعوا من بعد العائلات، راه ان شاء الله الا بغى الله راه غادي يدخل واحد الشركه. بحال هذا بقاو تيتسناو يخدم، والبنت تعطيه فلوس من تحتها باش يقوي الرو باش يدير هو غادي على حالته الدنيا هانيه. وتا واحد المره وجلسوا وياه قال له سمعين نقول لك واحد القضيه، خصنا نديرو مستقبلنا، خصنا نكريو ونديرو شي دار ونديرو فيها شي حوايج ونديرو الكوزينه ونريحو. واش بقيتي في داركم ولا في دارنا؟ قالت لي واش كيفاش غنديرو؟ قال له دبرينا على شي فلوس من داركم، شوف راه الفلوس راه هذا دبري. ندا هو وياها واحد الخطه شنو فيها؟ سرق الفلوس من دارهم، سرق الفلوس
وريها الطريقه كيفاش تسرق الفلوس، وبان ما غتبانش هي الشفاره هي اللي دات. اشنو دارت؟ شنو وراها؟ شنو اتفقوا عليه؟ شافت واحد الشميكير تما، واحد القاصير، واحد الشبكه تيدور في الدرب، عارفه عليه تيتسخر دوك موالين القرقوبي ويتسخر هذا ويتسخر كذا، واللي بغى يمشي شي قلعه الشر يمشي يتسخر ليه، غير تيطلوط. عيطات عليه وقالت لي شوف قول لي ديك الكينه ديال القرقوبي شحال تتباع؟ قال لها 10 دراهم الحبه. قالت ليه ندور معاك جيب لي شي 15 حبه. قال لها ايه. عطاتو 15,000 فرنك ومشى هذاك البروش. شوف عند من مشى؟ مشى عند واحد البزناس يخلق في القرقوبي، وما جابش لها العفو 15 حبه، جاب لها 7 الحبات. 7 الحبات 7000 فرنك. شحال بقات عنده هو؟ 1600 ريال، 80 درهم، وعطاته هو 20 درهم، ولا ربح هو 100 درهم. قال لها داك السيد مشيت عنده بقى عنده غير 7. قال لها وحده تطيح بنادم، اش بغيتي انت 15؟ والمهم انا راه غيجيب مازال نجيب لك. قالت لي صافي بارك عليك مجهدين هادو. وقال لها حبات بنادم راك تشوف واحد تيدير حبه كيدير بالزنقه وهذا وهذا وهذا. قالت لي وتتنعس. قالت لي عطيتيه جوج يطيح في الشارع ما ينوضش. جات لدارهم ودخلت للكوزينه وبدات تتعاون معها. حاشاكم شي حمار مات، ولا تتعاون معها من العصير اللي تيبغي باها الفريز باللبن، ماشي بالحليب. كاين الناس يديروا باللبن، الفريز باللبن. وشدت ديك المولينكس ودات فيها دوك الحبات ب7، ودات الفريز ودات اللبن، طحنات لهم داكشي. والوقت اللي جا العشاء حطات لمها وحطات لباها وحطات ليها، هي خدات قبل ما دير الحبات وشربوا هما داكشي. باها الراجل دوز لا روطريت، كان جندي، وكان كيما تيقول هو لا كان ناعس نعسو خفيف. اذا سمعنا موسى يفيق، كان نعسو خفيف بزاف. وكان لا سمع غير شي واحد لتحت تقرقب حدا التيليبوتيك ولا حدا المسماره تيطل من الفوق، واخا تكون حتى 4 الصباح. ولكن ديك الليله ما فاقش، ما نقعش. ديك الليله تيسخر هو ولا مراته، طاحوا كال. داكشي اللي عطاتهم. ناضت هي، شدت السوارت، هبطات للتيليبوتيك، لان التيليبوتيك تدوز من الدار، هما ساكنين الفوق، والمسبانه تدوز من الدار. جمعات لي بورطابل كاملين اللي عند بوها، جمعات لي تيلي كارت، دوك لي كارت ديال لاشارج ديال التعبئه، جمعتهم كاملين. وديك الساعه في الوقت في ديك الديروه ديال يلاه بدا لاكارت، بدا التليفون بورطابل داكشي. وجمعت الفلوس اللي كاين تما، عنده واحد الكوفر جمعت ديال الفلوس اللي كاين تما. تيقول بانه عنده واحد الكفر مخبي في الدار فوق فيه شي 15 مليون، حلاتو وخدات 15 مليون، داز الذهب ديال امها جمعاتو كامل، ما خلات شي حاجه في الدار ديال الفلوس ولا ديال الذهب ولا ديال البورطابل ولا كذا ولا كذا. والمصيبه الكحلات دات حتى البورطابل ديال باها وديال امها، خلات غير البورطابل ديالها عندها. ومع 4 الصباح عيطات ليه وقالت ليه العمليه تمت، وهبطات وجا عندها هو ومدات ليه السامسونيت، واحد السامسونيت فيها كلشي. شد داكشي ومشى، سدات الباب، ردات السويته اللي كان بلاصتها ونعسات عاديه، بقات ناعسه ما فاقتش. حتى فاقوا هما وناض الصداع، تسرقنا ما تسرقنا كذا، ناض با فاقت. شنو عندكم؟ شنو كاين؟ قال لها تسرقنا، راه داو التيليبوتيك والمسبانه ودخلوا كذا. كيفاش داروا؟ لان الدار مسدوده في الساروت، التيليبوتيك مسدوده والمسبانه مسدوده، والباب ديال الدار مسدود الساروت، وداير ليه واحد الزكروم، سادينو بواحد الزكروم. ديما باها تيدير الساروت من الداخل تيسد بالزكروم. جاو البوليس تيقلبوا، جاو الشرطيين اللي هضرت لكم عليهم على بريكاد ديالهم، جاو تيقلبوا، تيلاحظوا بان هاد الشفار حل بالسوارت ديال الدار ودخل بالسوارت ديال الدار، ومن بغى يمشي يمكن كانوا عنده سوارت اخرين سد الباب ديال الدار، ولكن دار ليه الزكروم من الداخل ما يمكنش.
نقولوا هذا الشفار شد السواد ديال الدار كاملين ومشى خرج عليهم وجا حل الباب وطلع ودار هذه العمليه كامله ومن خرج قد يسد عاديه، سد السواد حقه قدام، ولكن دخل ديك الساقطه دارها من الداخل. هنا عرفوا تما البوليس بان الشفار كاين في الدار، هذا ماشي جا من برا. تيقول لي السي حميد، قال لك الوقت اللي حنايا خدامين تنديروا المعاينه وروينا نيضه، كان باها وامها جالسين على واحد فوتيت عندهم ديرها باها، تيقول لي ما كنت مهلوك اخويا، تركت اخويا الدوليه ديالي، والام تيديها الناس وتتقعد وقت ديال المعاينه، اي الناس كانوا مخدرين. خوها هز واحد الصاك وكان خارج، هو يضرب فيه البوسي، قال لي في غادي انت؟ قال لي غادي لاصال. شوف هذاك خوها حتى هو التربيه العوجه، لا هو لا اختو، مكلخ دري فضيحه عندهم في الدار، غادي لاصال ولا هو مشكوك فيه. قال لي جلس هنا ما تمشيش لاصال. قال لهم انا ماشي شغلي فيهم، انا بغيت تسرقوا دبر راسو وانا غنمشي لاصال. هذاك البوسي هو شدوه ودفعوه وطيحوه، قال لي جلس الارض، جلس الارض ما تخرجش، انت اللي ما تخرجش، انت اللي بغيناك ما تخرجش، لانه اثر الشكوك، شكوا فيه. انت غادي الفضيحه هذا وغادي يمشي لاصال. هنا بداو تيبحثوا معاه، الباح ما عادش دخلتي فيك انت كذا كذا تا الناس ديال التشخيص القضائي جاو بقاو تيقلبوا على البصمه، البصمات، ارقى البصمات ديالو ديال مو ديال بواه، ولكن شي بصمه ديال البراني ما كايناش تدور في الدار. خداو لي بورطابل ديالو، قالوا الراجل البورطابل ديالك، قال ما عنديش الدوريه. المراه البورطابل ديالك، الدوريه سيدي. قالوا البنت البورطابل ديالك، قالت لهم ها هو. خداو بورطابلات بجوج، داروا المعاينه ديالهم كملوها، داو معاهم الدري والبنت والمراه الكوميساريه باش يصنتوا لهم. هما تيديروا المحاضر، تلاحظوا بان الراجل ومراته مهلوكين. قال لك الراجل شوف انت شنو واش خديتي شي مخدر وتعمل الله المسي، راه يدي ما تبقاش نهزها، راه انت تشوف تنض مع السبعه اليوم ما حتى ال 11 ونص ولا 12 كلشي صبح ناعس. شكون اللي فاق فيه؟ هو ذاك الولد ناض ودار القهوه وهذا وتعجب، بغا يفيقهم، قال له خلينا ناعسين، صلاتوا على النبي. قال له خصك تشوف شي طبيب، شوف شي طبيب انت لا مراتك ما تخرج من عندنا من هنا. داو لي المحضر هو ومراته، قالوا لي داكشي اللي سرق، دار الشكايه ديالو، هو يمكن لك تمشي. بقاو مع البنت ومع الولد تيبحثوا معاه المحضر، لان السارق من تما اما السارق هو الراجل، اما مرته، اما بنته، اما ولده. صافي تاكد. علموس النيابه العامه جاوبتهم بانهم عندهم حق باش يبحثوا في دوك التليفونات، يقلبوا في التليفونات. قلبوا في التليفون ديال الدري ما فيه مشكل، التليفون ديال الدري مع 9 الليل ما بقى ما هضر مع حد، ما كلم حد. اخر هضر مع شي صاحبو، جابوا داك صاحبو، اش هضر معاك، اش قال لك، بقاو الدنيا ما كاينش حاجه. بحال نقولوا بريء داك التليفون ديال داك الدري بريء. هضروا مع البنت كيفاش دوزتي نهار، كيفاش كذا. سيدي حميدي قال السي حميد، قال لي هاد البرغوشه هادي حسب دوك الحواجب اللي عندها وديك الطريقه الشعر ديالها وكذا ما عجبتنيش. قال لي هاد التليفون ديالها غنلقاو فيه شي عجب. قال لي علاش؟ قال لي راه معيطه مع 3 الصباح ومع 3 ونص ومع 4 الصباح. سولها قال لها انت متى تعيطي انت مع هاد الوقت هذا؟ قالت لي مع راجلي. هنا عاد بان لهم لان البنت صغيره ما كيصحابوهاش مزوجه، بان لهم بان عندها راجل. شنو هضرتي مع راجلك؟ تتكلم معاه. علاش تتكلمي معاه؟ تهضر انا وياه. هاد راجلها قطعت معاه، اخر مكالمه هضرت معاه هي 10 الليل، وديما راه تتهضر معاه مع 3 الصباح، بدات تهضر هي وياه. هضرت حديث اول، حديث ثاني، شي 4 ولا 5 ديال الاتصالات مع راجلها ما بين 3 الصباح ل 4 الصباح او 4 ونص الصباح. اش كنتي تقولي ليه؟ شنو كنت تقولي ليه؟ شنو تقولي ليه؟ قالت لهم تنقول له تنهضر انا وياه. قالوا جيبوا راجلها. مشاو جابوا راجلها. هذاك الراجل دخل تما كيما تيقول لي، دخل قال لها مالك اش عندك؟ مالك؟ قالت له تيبحثوا معايا حيت حنا تسرقنا. كيفاش اخويا تبحثوا معاه؟ برتي بلا شفاره. قال لك هو صبار، بقى تيحل فمو. ولا عيطوا عليا صاحبي، انا بقى غيط على مرتي هذه وجايبه المراه بلا راجلها وانا كذا بقى تيغوت، حتى انه دخل في مشادات مع البوليس. تيدافع على شرف وقال لك علاش ما تعيطوش عليا، انا رجعت نحضر ما
قال انت كاع ما ساكن معاها، انت فين ساكن، انت فين تعرفوك حنا كاع، ولا عيطوا عليا كما قال تيقول ما كنتيش تمشي معاهم، تيجي راجلك ما كنتيش دير معاهم، دار قانون راسو وبقى تيهود، قال له جلس الارض، راه التليفون ديالك، راه التليفون ديالك، خدا من هذا التليفون، شدوه تيلقاو كتهضر معاه، عزلو ديك المره لواحد الجهه وعزلوه هو لواحد الجهه، تيقول شنو قالت لك 3 الصباح، قول لينا شنو قالت لك، تنهضر معاها، اشنو قالت لك، تنهضر معاها، شنو تهضر معاها، قول لينا اش تهضر معاها، تنهضروا على مستقبلنا، تنهضروا في اشياء تتهمنا، تنقول لها تنبغيك، تنهضر انا وياها، قطعتي معاها في 3 وبديتي هضرتي معها 23 وقطعتي معاها وبديتي مع 4 ضرب وقطعتي معاها وبديتي مع 4 وقطعتي مع 4 ونص، اخر كلام ديالك معاها، هادشي اللي كاين. هضرت معاها صلاه النبي، هي اللي كانت تعيط لك هنايا، تعيطات كلهم ديالها وانت تتجاوب، هي اللي كانت تهضر معاك، هي دارت لابيل، دازو لها هي، دازو تجمعوا لها، وهنا بدا معاها السي حميدي تيبحث معاها، وقال لهم خليوني معاها، هاد السيده هادي خليوني معاها هنايا، خدا واحد المساعد قال لي ما تهضرش، وقال لها هذا الرجل راه قال كلشي، شتي على مصيبه درتي، شتي على فضيحه درتي، يا مالك من صباح انت، ها هو قال كلشي، وقالت لي راه قال لكم كلشي، داك الشيء راه عنده، راه عطيته لي، راه هو اللي داه، قال له هو اللي داه، هذا هو اللي داه، قال لكم كلشي، قال راه قالنا كلشي، هو في البيرو قال كلشي قالوا ديك الهضره كنتي تهضر انت وياه، وقالها كلها، وقالت لي المهم لا قال لكم كلشي صافي، انا نقول لكم كلشي، شنو هو كلشي، هذاك الشيء راه عطيته ليه، اي انهم اتفقوا، وهضرت معاه قالت لي من عيط عليك اجي، ما نعسوا دارهم متاكدات بانه خطفت على بوها ما ينوضش وما تحركش بوها، ولا تتقرقب في الدار حتى واحد ما تينوض، تاكدات بان المخدر لعب الدور ديالو، وخدات واحد السامسون جمعت فيها كاع داكشي اللي بغات تجمع، وتيقول واحد السامسون مربعه وكبيره ديال لامانيو، جمعت فيها كلشي داكشي اللي دات، وعيطت عليه، اذا ما بين 3 و4 ونص كانت تقول فينك اجي، انا صافي ساليت، وقفتي في الدرب شكون اللي كيطاطا، كانوا تيهضروا، مشاو دخلوا عند خينا، قال لي فينا هي السامسونيت، يلا معاك تمشي للدار ديالك، اين سامسونيت، جابوا السيده دار مع المواجهه، هضري معاه قولي لي، قالت لي اللي ديتي، اللي عيطك البحث اللي ديتيها، اش من سامسونيت ديتها، بغا يدير لهم داك، قال لي نور الدين، قال لك ولا خلوه هي معاه، انا ما عيطتش لك، ما ديتيش كذا، تيقول لها شوفي، تيقول لها البوليس هذا راه بغا يجمعك في كل شيء، بقاي غير بوحدك، هذا يمكن غير متهم، راه انت السامسونج ديتها شي جا اخر، غتهمي تقول لي لا انت معايا جلسنا في القهوه، دار معايا هادي، وقال لي غتجيبي، وقال لي غنمشيو نعيشوا، وهذا وهذا وكذا 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 وكذا، كيما درنا الخاتم النهار الاول، هو اللي باعه، هو اللي كذا، هو اللي كذا، السرقه بانت عاوتاني ديال الخاتم اللي كان تستر في المحضر ديال بوها جا من جديد، عيطوا على جدو واحد، انني اصر على المتابعه ديال هذا الشخص فيما يتعلق بهذه السرقه، والخاتم اللي سبق لي سرقوه كذا وكذا 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 وكذا، دونك فين وصلنا، السيد في الاخر نهار ما لقى ما يقول، قال لهم راه عند دار اختي، دير داكشي لدار اختي، مشاو مع دار اختو، دقوا تيخرج لهم راجل اختو، راجل ملتحي كما تنقولوا متدين، طاقيه، وهذا خرج، قال بالسلام السلام، قال له ودي اش كاين، قال له ودي انا ما في راسي، ولا حتى حاجه ما في راسي، قال له ودي راه الشيء عطاه لمراتك، عطاه لختو، شي سرقه عطاه لختو، قال له ودي راه مراتي عندها 9 شهور في كرشها حامل، وهي كاينه، ولا ما غتولدوا غدا ولا بعد غدا، غير باش ننبهكم، قال له عيط عليها نهضروا معاها، سولوها، القضيه راه باينه، خرجت المراه متحجبه، دار الحجاب ديالها ديكات في يديها، مغطيه وجهها كذا، خرجت عندهم، قال لها لا كذا هذا، قالت لي دارت فوق، قالت لي انا جبتي ليا، انا هضرتي معايا، انا جبتي ليا شي سرقه، جبتي لي شي سامسونيت، كيقول لها خويا السامسونيت، انا السامسونج نمشيو بحالنا، البوسي ولا الشريفه، ما تدخلش راسك في حاجه بعيده عليك وتولي في شي كارثه، عطينا السامسونيت، عطينا نمشيو، سيدي ما جابش ليا، سيدي ما جابش ليا، راه انا بغيت هذا الحمل ما يديرش ليا، كتكون جبتهم وخرجت في عينيهم، والمراه باللي قالت كحلين والو، نهضر جا كان راجل، الا قال هو متقي الله ما هي كانت منافقه، قال سمحوا لي نهضر مع مراتي، سمحوا لي،
قال ما دخلها للبيت، سد عليهم، بقات يهضروا البوليس يتسناو، هو يخرج. قال البوليس قال لهم بغيت منكم واحد القضيه، الا جبت لكم هذا الشيء اللي عطات اللي دا هذا تخليونا ترانكيل. قال لي حنا عطاوه ضمانات، قال لي حنا اذا عطيتينا هذاك الشيء غنقولوا بان لما جينا لعندكم قلنا لكم سامسونج، قلت لهم ها هي سيدي حنا عرفنا منين جا، ما عرفنا ديالهاش، ونهنيكم ما ندخلش معكم في هذا الشيء الا واحد اللحظه نديروا لكم هنا محضر تنقولوا بان تقدمنا عندهم والمراه جبت لنا. وهي تقول لهم خرج، قالت لهم، قال لي اعطيهم، قالت لهم راه في السطح. دخلوا بوس السطح، لقاو واحد البانيو، واحد البستينيه كما تنقولوا باسينه، تحت منها داكشي وحاطه عليها شي كواش، وحاطه عليها شي حصير، وحاطه عليها مخبيها لتحت. صافي ديال هي عارفه بان اخوها سرق وان هذيك شفاره، خداهم من عنده وداروها محضر. هنا ما داوهاش، ما اعتقلوهاش، ربما شافوا من الجهه ديال حتى البوليس من الانسانيه ديال المراه حامل عندها 9 شهور، شافوا ديك الكلمه اللي عطاو لذاك راجلها، ذاك المتدين اللي هو متدين بصح، ماشي متدين ديال اللي تنشوفوا بعض منهم هذا الحياه والطاقيه وهذا هو وما ترحمش، في حين هي كانت بداك البرقع وداك الشيء وبان فيها الدفو وبان فيها بتاع حراميات، وميكوا على هذا ولا غير محضر بان اسلمكم هذاك الشيء اللي جاب خويا مشاو بحالهم. حتى البوليس فيهم الانسانيه، ماشي مع المجرمين، ولكن في حالات بحال هكا حنا كنا تنغمضوا عينينا. ودوهم وجابوا داك الشيء كله وعرضوه على مواليه، على الضحايا، على المراه والراجل، وتبين بان خاص واحد دبليج بوحدو اللي خاص. الفلوس كلها كاينه والدب كاين، واحد دبليج دي بورطابل كاين، واحد دبليج هو اللي خاص. هذاك الدبليج ما وصلوش ليه. البنت تقول انا درتو تما، الولد تيقول انا ما حليتش لان الباليزه عندها الكود، هي ستتها بالكود والكود عندها، تنطلقوا عاد تحلها لنا. رجعوا ديك المراه قالت لهم انا ما حليتهاش ما عرفتش نحلها. واش حلتها؟ اللي كذب على بقره على بيضه يكذب على بقره، ربما كذبت هذا، ولكن كما قال لي البوليسي قال لها لا ديتيه الله يعطيك مشاكل في هذا الحمل اللي عندك. صلاه على النبي. المراه قالت لي صافي دبليج ماده ما جاب، الحمد لله الرزق ديالنا. لقاو القبض، البوليس مشاو القبض على القاصر اللي جاب لها المخدرات من بعد ما تبين بالفحص. وذاك الراجل مشى عند الطبيب وخداو ليه الدم، عينات في المختبر ديال الدم، ولقاو بانه مخدر واخذ مخدرات، والمراه واخذه مخدرات. وهنا بحثوا معها البوليس واعترفت وقالت بانه واحد الشنكار واحد بروش ولد حمتهم هو اللي جاب لها المخدرات. ولقاو القبض على ذاك البروش، جابوه وراهم البزناس اللي تبيع المخدرات وجابوه حتى هو، ولقاو بذمته مخدرات تبيعها، ولقاو عليه القبض وجابوا المخدرات ديالو، وتجمعت العصابه كلها.